مونتاج الريلز مونتاج الريلز مونتاج الريلز ده يمكن اكتر كومنت واكتر طلب مني من اول ما فتحت القناه. الناس عايزه تعرف ازاي تعمل مونتاج للريلز على برنامج دافينشي ريزولف. علشان كده في الحلقه دي هنشرح كل حاجه عن مونتاج الريلز، لكن الحلقه دي هتكون بنظام مختلف، نظام زي الفلوج كده او زي نظام كده ان احنا قاعدين مع بعض. انا مش كاتب سكريبت للحلقه ديت ومش مخطط للحلقه دي، انا مجرد ان انا استلمت الداتا من العميل لقيته فيديو بالعربي، فقلت ليه ما اعملش فيديو ان احنا نشرح فيه للناس ازاي يعملوا مونتاج للريلز على برنامج دافينشي. انا مجرد ان انا حملت الداتا من العميل، زي ما قلت الفيديو ده مش مكتوب له سكريبت، فانا همشي معاكم واحده واحده وهقول لكم خطوات. يعني ممكن الخطوات دي تختلف من شخص لشخص تاني، لكن انا دي الخطوات اللي انا بشتغل بيها، وكل شخص له خطواته وله طريقته. انا دلوقتي استلمت الداتا من العميل بتاعي، طبعا بيكون كاتب سكريبت، طبعا بيكون العميل ده له متطلبات معينه. يعني انا العميل اللي معايا ده ما بيعوزش ان انا الون الفيديوهات، انا مش بلون له الفيديوهات، انا بشتغل عليها زي ما هي وبديله الفيديوهات، هو بقى بيلونها، بيعدل في الالوان، يعمل فيها اللي يعمله. انا مجرد ان انا بعمل له الحاجات اللي هو طالبها. هو دلوقتي بعت لي كذا فيديو، 8 فيديوهات، الفيديوهات طبعا مكتوب ليهم سكريبت، فانا مجرد ان انا حملت الفيديوهات اللي هو بعتهم لي، سواء بقى بعتهم لك ملف واتساب، ملف تليجرام، او رافعهم لك في درايف، هتبدا تحمل الملفات اللي هو بعتها لك. بعد كده هتبدا تعمل نيو بروجكت تسميه اي اسم، انا مسميه ريل 5 عادي خالص. بعد كده هاجي على البروجكت سيتنج، هخلي التايم لاين ريزوليوشن 1080 في 1920، ده مقاس الريلز سواء للانستجرام او للتيك توك او لليوتيوب. الفريم ريت هخليه على حسب الفريم ريت اللي هو مصور بيه. يعني مثلا لو انا جيت على الفيديو ده حطيته على التايم لاين، ضغطت عليه كده وضغطت على الميتا داتا من هنا كده، هيفتح لي الميتا داتا، هلاقي ان الفيديو ده متصور ب 24 فريم ريت في الثانيه. طيب انا ليه التايم لاين بتاعي 23 فريم ريت و976 جزء من الثانيه؟ علشان انا معايا فيديوهات تانية هيت بي رول هستخدمها، هو باعت لي البي رول برضه اللي انا هستخدمها، والبي رول ديت متصوره او معموله ب 23 فريم ريت في الثانيه، 23 و967 معرفش ايه الرقم الغريب ده، لكن هي قريبه من ال 24 فريم ريت. فانا هخلي التايم لاين بتاعي على 23 فريم ريت على حسب اقل كليب فريم ريت معايا في الفيديو بتاعي. بعد كده هبدا امسح الفيديوهات دي كده من التايم لاين، بعد كده هبدا اتفرج على الكليبات. هذا التراب راح يقلب ذهب. طيب ده اول كليب، هدوس عليه F2 واسميه واحد كده، وانا في الميديا بول عادي خالص، هدوس عليه F2 واكتب رقم واحد، انا مسميه واحد عشان ده اول فيديو، هبدا كده احطه على التايم لاين كده، ده اول فيديو او اللي هو الهوك او الانترو بتاع الفيديو. بعد كده هبدا اتفرج على الفيديو الثاني. سكني متكامل اكبر مجمع سكني متكامل الخدمات في اماره عجمان على مساحه 5 مليون قدم مربع. طيب ده ثاني فيديو، هبدا اسحبه كده واحطه على التايم لاين. طبعا بدل ما اعمل له كت من هنا ممكن اعمل له كت من الفيور من هنا، لكن هوريها لكم برضه في الفيديو اللي بعده عشان تكونوا عارفين. بوليفارد ومول تجاري، المشروع بيحتوي على جميع الخدمات الترفيهيه من بوليفارد ومول تجاري ونافورات راقصه وغيرها كثير. طيب ده الفيديو الثالث، تعالوا برضه نسميهم عشان ما نتلخبطش. هاجي ادوس على الفيديو ده كده كليك شمال وادوس F2 واكتب رقم 3، وهنا ادوس F2 واكتب رقم 2 بالترتيب كده، علشان لو انا عاوز ارجع لهم تاني ما اتلخبطش ويكون اساميهم قدامي على طول. هاجي على الفيديو الثالث ده عشان اسحبه واحطه على التايم لاين. المشروع بيحتوي مش هاخد الجزء اللي في الاول ده، هبدا من هنا ادوس حرف الاي، هيعمل لي اللي هو الان بوينت او اللي هو الجزء اللي بيبدا منه كده، ممكن انا اسحبه بايدي كده او ادوس حرف الاي هيجيب الجزء ده هنا كده. المشروع بيحتوي على جميع الخدمات الترفيهيه من بوليفارد ومول تجاري ونافورات راقصه وغيرها كثير. وبعد كده اسحبه كده على التايم لاين، فهينزل على التايم لاين وهو مقصوص، يعني الجزء من اول هنا الان بوينت لحد الاوت بوينت ده اللي هينزل على التايم لاين، لكن الجزء ده مش هينزل على التايم لاين. فدي تركايه كده هتوفر عليا حاجات في القص، يعني مش هتوفر عليا كتير، لكن هي برضو مجرد تركايه، او لو انت عايز تاخد جزء معين واحد بس. بعد كده هبدا اتفرج على الفيديوهات الثانيه. موقع المشروع مميز في اماره عجمان في منطقه العاليه على شارع الشيخ محمد بن زايد مباشره. ماشي، ده الفيديو رقم 4، هدوس F2 واسميه 4 وابدا اسحبه كده واحطه على التايم لاين. احنا هنعمل القطات كلها في الاخر بقى على التايم لاين. مطور مباشره خطه الدفع سهله ومرنه مع المطور مباشره لمده 5 سنوات، وبتستلم الشقه مفروشه بالكامل. طيب ده الفيديو رقم 5، F2 واكتب 5 واسحبه على التايم لاين، ونفس الموضوع. الاستثمار، تواصل معنا واحنا في خدمتك. المراحل الاولى افضل وقت للاستثمار، تواصل معنا واحنا في خدمتك. طيب وده الفيديو رقم 6، F2 وادوس 6 وابدا اسحبه واحطه على التايم لاين. طيب دلوقتي بعد ما رصيت الكليبات بتاعتي على حسب السكريبت اللي انا همشي عليه، اول حاجه هبدا اعملها ان انا هقص الزيادات، هبدا ازود التايم لاين كده او اكبر التايم لاين من هنا كده، او باستخدام الالت زائد الماوس ويل، وهبدا اجي كده عند اول الويف، يعني مثلا ده كده كله سكوت، فاهم؟ ده كده كله سكوت. هاجي هنا كده عند اول ما الويف تكبر هو هيبدا يتكلم، هنا في صوت،
اهو. يعني انا هاجي من اول الويف دي كده وادوس حرف الفي. الاختصارات اللي انا هستخدمها مش هفضل اشرحها، لو عايزين الاختصارات هتلاقوا لينك الحلقه في الديسكربشن او اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، تقدروا تشوفوا الفيديو ده هيعلمكم الاختصارات اللي انا بستخدمها ازاي. لكن حرف الفي بيقص لي الجزء اللي في الاول اللي في الفيديو. يعني مثلا لو انا جيت هنا ودوست حرف الفي هيقص لي الجزء اللي في الاول، لو جيت هنا واستخدمت حرف الان هيقص لي الجزء اللي في نهايه الفيديو اللي هو الديل بتاع الفيديو، من اول البلاي هيد الاحمر ده لحد نهايه الفيديو. لو دوست حرف البي والثلاث ازرار دولت جنب بعض هيقص لي او هيعمل لي سبليت كده او هيعمل لي كات. فانا هدوس كنترول زد كمان علشان ارجع الجزء اللي انا قصيته، وهبدا اجي اتفرج على الكات اللي انا عملتها. هذا التراب راح يقلب ذهب، خليك معانا. طيب كده كويس قوي. هبدا بعد كده اقص من هنا كده، من اول ما الكلمه تخلص هبدا ادوس حرف الان علشان امسح الجزء اللي في الاخر، ودي اسهل طريقه للقص. انت هتلاقي معاك السبيس او المسطره تحت ايدك، وبعد كده البي الان او الفي كلهم تحت ايدك بالظبط. بعد كده هبدا اتفرج على الجزء الثاني، هاجي من هنا كده وادوس حرف الفي علشان اقص الجزئيه ديت، وهاجي هنا كده ادوس حرف الان. ماشي ده كله كلام. هاجي هنا ادوس حرف الان، وهاجي هنا ادوس حرف الفي، وهاجي هنا في الاخر ادوس حرف الان، ونفس الكلام هنا حرف الفي. تعالوا نسمع الحته دي كده. مباشره لمده 5 سنوات وبتستلم الشقه طيب سنوات. طيب هنا بياخد نفسه، لكن احنا مش عايزين سكتات في الفيديو، عايزين رتم الفيديو يكون سريع شويه. فهبدا اقص النفس ده كده حرف البي عشان اعمل كات، وهاجي من هنا ادوس حرف الفي علشان يقص لي الحته اللي في بدايه الكليب اللي هي اول حته دي. هدوس حرف الفي هيبدا يقص لي الكليب ويضم لي الكليبات كلها على بعض. هاجي هنا ادوس حرف الفي، وهاجي هنا ادوس حرف الان عشان اقص الجزء اللي في الاخر ده. في جزء هنا برده كده ساكته كده، تعالوا نسمعها. استثمار، واصل معانا واحنا في خدمه. طيب ديت مش هنشيلها لان يعني الحته ديت مش معضله قوي يعني، او لو شلناها تحس ان هي رخمه شويه. مثلا ممكن نشيلها برده كده، تعالوا نسمعها وهي متشاله. الاولى افضل وقت للاستثمار، واصل معانا ايوه زي ما قلت او زي ما توقعت، لما تتشال هتبقى مزعجه كده للسمع. بعد كده هنبدا نتفرج على الفيديو من الاول. بعد ما عملنا القطات بتاعتنا هنبدا نتفرج على الفيديو من الاول. ايه فايده الجزئيه ديت؟ فايده الجزئيه ديت ان انت بتاخد الفيلينج من الفيديو. يعني مثلا بتشوف القطات مظبوطه، القطات مش مظبوطه. طيب هنا اعمل جي كات او هنا اعمل ال كات، هنشوف الحاجات دي كلها دلوقتي. لكن خلونا في الاول نسمع الفيديو ونبدا نستشف الفيلينج او نستشف الفيديو ده محتاج يتعدل فيه ايه. هذا التراب راح يقلب ذهب، خليك معانا. اكبر مجمع سكني متكامل الخدمات في اماره عجمان على مساحه 5 مليون قدم مربع. المشروع بيحتوي على جميع الخدمات طيب هنا في الجزئيه ديت انت بص يعني ايه، انت حاسس ان الفيديو في الاول ماشي برتم واحد، ماشي بسرعه. هذا التراب راح يقلب ذهب، خليك معانا. اكبر مجمع سكني متكامل الخدمات في اماره عجمان على مساحه 5 مليون قدم مربع. المشروع هنا تحس ان السكته اللي حصلت ديت مش حلوه، مش مديه الفيديو كده احس ان هو ماشي ورا بعضه، لا تحس ان في سكوت حصل. فعلشان احل الجزئيه ديت هبدا اجي هنا كده في سكته هنا في الاول خالص ما شلناهاش، هنبدا نيجي نشيلها كده من حرف الفي، والحته اللي في الاخر دي هنبدا نيجي نشيلها كده. نيجي نتفرج تاني. مربع. المشروع بيحتوي مربع. المشروع طيب كده بقت احسن شويه. يعني لو جينا اتفرجنا من هنا مساحه 5 مليون قدم مربع. المشروع بيحتوي طيب كده بقت احسن شويه. فانا دلوقتي ممكن اسيبها كده او ممكن استخدم ال كات والجي كات. ال كات والجي كات بيتعملوا ازاي؟ هبدا ارفع الكليب ده فوق كده وانزل الكليب ده تحت كده، كل واحد يبقى في تراك لوحده، وهبدا اكبر الكليبات كده، وهبدا اقرب الصوت بتاعي كده مثلا حوالي 4 فريم مثلا او 3 فريم عادي اي حاجه، مثلا ممكن نخليها 4 فريم، وابدا اقرب الكليب بتاعي ده كده 4 فريم. الارقام اللي ظهرت ديت معناها ان انا الفيديو بتاعي متاخر او سابق الصوت بتاعه بعدد الفريمات اللي هو ظهرها لي دي، طالما انا عامل لينك للكليبين. يعني انت هتلاقي عند كل كليب كده مثلا ده الكليب اسمه كليب 2 معمول له لينك مع الاوديو 2، ده الكليب 3 معمول له لينك مع الاوديو 3. لو انا عايز افصل اللينك ما بينهم هحددهم الاثنين كده وادوس كليك يمين واشيل علامه الصح من على اللينك كليبس كده هتلاقيهم اتفصلوا. لكن انا عايز ارجعهم تاني فهبدا ارجعهم كده تاني، لكن هو كده ما اراهمش، هو كده اراهم ازنهم كده هم ستاندرد، يعني اكنهم كده ديت الطبيعه بتاعتهم ان الصوت سابق الصوره. لكن انا هدوس كتر زد عشان ارجع ان هو ياخد الداتا من الفيديو. اتمنى تكونوا فاهمين النقطه دي. تعالوا هشرحها لكم مثلا في حته هنا كده بشكل احسن. انا اول ما نزلت الفيديو كده على التايم لاين هم كده معمول لهم الاثنين لينك مع بعض، يعني لو قربت واحد او اخرت واحد هتلاقيه بيقول لك ان في فرق ما بينهم. طيب لو انا جيت كده عملت لهم ان لينك كده بقى كل واحد لوحده، لو انا جيت تاني عملت لهم لينك كده بقى هما الاثنين مع بعض لكن على الهيئه دي ان الصوت هنا والفيديو هنا. لو جيت بقى بدات ارجع كده مكانه هيقول لك ان هو متلخبط او ان هو مش زي الفيديو اللي فوق. اتمنى يكون الشرح ده وصل لكم بشكل افضل يعني، او فككم النقطه ديت يعني مش هتستخدموها كتير، احنا نخلينا مثلا في اللي احنا بنعمله لو انتم مش فاهمين النقطه دي، لكن اتمنى تكونوا فاهمينها. فانا قربت الصوت ب4 فريمات، هحتاج برضو اقرب
الفيديو ب4 فريمات، وبعد كده اجي اقص الفيديو ده كده وانزل الفيديو بتاعي هنا كده عادي خالص، وهسيب الكليب ده في التراك اللي تحته. وكده انا عملت اللي هي الجي كات. جيت عند الكات ديت وتحس ان هي عامله كده ايه حرف الجي، اللي هي ايه حرف ال بيبقى كده، حرف الجي بيبقى كده، فتحس مثلا من عند الكات دي ان هي عامله حرف الجي. اتمنى تكون الصوره واضحه قدامكم او تكونوا فاهمين يعني. بعد كده هبدا 5 اتفرج. مليون قدم مربع. المشروع بيحتوي على هتلاقي ان الصوت بدا. 5 مليون قدم مربع. المشروع بيحتوي هتلاقي ان الصوت بدا وانت ركزت مع الصوت اول ما بدا، بعد كده الكليب بدا معاك، والكليب جميع الخدمات معمول له سينك مع الصوت، والكليب على الصوت بالظبط. هبدا اتفرج تاني كده على من الكليب. بوليفارد ومول تجاري ونافورات راقصه وغيرها كثير. طبعا هنا هو بيعدد كذا حاجه موجوده في المشروع، ما ينفعش امسح السكتات ديت لان هي هتبقى مزعجه، ان هو بيقول كل حاجه بسرعه 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 بسرعه. لا، انا هاجي اعرض وراه كذا حاجه، فهحتاج السكتات ديت علشان وانا بعرض الحاجه بتاعتي تاخد وقتها. بعد كده هبدا اضم الكليبات ديت كده تاني واجي اتفرج. غيرها كثير. موقع المشروع مميز في ماشي، ما ينفعش غيرها اعمل كثير. موقع ما ينفعش اعمل 2 جي كات ورا بعض لان هم بيبقوا مفقوسين قوي كده، ما بيبقوش حلوين قوي، فانا ممكن اسيبها كده عادي. غيرها كثير. موقع المشروع مميز في إمارة والكليب عجمان في كويس منطقة يعني. العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد مباشرة. بعد كده اضم ده كده زايد وأتفرج. مباشرة. خطة الدفع ممكن اعمل هنا عادي ال كات او جي كات. تعالوا نعمل برضو جي كات تانية، نرفع دول فوق كده، نقربها 4 فريم، وده نقربه 4 فريم، نقص ده، ننزل ده كده ونسيب ده تحت. بعد كده نيجي نضم دول كده، نيجي نتفرج بن تاني. زايد مباشرة. خطة الدفع سهلة ومرنة مع كده المطور أظن أحلى مباشرة بكتير. لمدة 5 سنوات، وبتستلم الشقة مفروشة بالكامل كده الكات اللي احنا عملناه، لو تفتكروا ان احنا شلنا نفس من هنا. مدة 5 سنوات، وبتستلم الشقة مفروشة بالكامل. طيب دلوقتي بعد ما عملت الكتات بتاعه الفيديو كله، انا كنت وقفت التصوير، حصل مشكله، فانا كملت الكت اللي في الاخير ديت. كان في هنا سكته كده بسيطه خالص، فانا شلتها، وبعد كده تبدا تتفرج على الفيديو بتاعك عادي خالص. تعالوا برضه نتفرج على الفيديو عشان انتوا تشوفوا ايه فايده الكتات اللي احنا عملناها دي. هذا التراب راح يقلب ذهب. خليك معنا. اكبر مجمع سكني متكامل الخدمات في إمارة عجمان على مساحة 5 مليون قدم مربع. المشروع بيحتوي على جميع الخدمات الترفيهية من بوليفارد ومول تجاري ونافورات راقصة وغيرها كثير. موقع المشروع مميز في إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد مباشرة. خطة الدفع سهلة ومرنة مع المطور مباشرة لمدة 5 سنوات، وبتستلم الشقة مفروشة بالكامل. المراحل الأولى أفضل وقت للاستثمار. تواصل معنا واحنا في خدمتك. اظن كده دي فايده الكتات اللي هي الجي كات اللي عملناها، او السكتات اللي شلناها. فايدتها مهمه جدا، ان انت تحس ان الفلو بتاع الفيديو ماشي مع بعضه، يعني هو صوته كده كويس، صوته دايما رايح ورا بعضه، مفيش كلمه طاغيه على كلمه، انت دايما مركز مع الصوت وحاسس انك يعني انت فاهم هو بيقول ايه، انت سامعه كويس ومستمتع بالكلام بتاعه. هي دي فكره القطات. فاحنا مش بنعمل قطات عشوائيه مجرد ان انا بشيل السكتات وخلاص. القطات دي بتبقى معموله يعني ايه بسنس كده او بحسبه معينه يعني. فهي دي فايده ال كات وفايده الجي كات. هبدا اضم الكليبين بتوع الصوت كده، انا مش محتاج الصوت كده تاني، وهبدا انزل الفيديو ده كده علشان يبقى معايا مساحه في التايم لاين بتاعي. دلوقتي اول حاجه اعملها اللي الناس كلها بتعملها في الاخر او بتهملها، هبدا اظبط الصوت بتاع الفيديو. علشان اظبط الصوت بتاع الفيديو هاجي عند الميكسر من فوق كده. دي طريقتي، كل واحد له طريقته. انا زي ما قلت انا هشتغل على طريقتي. هاجي اول حاجه على الايكولايزر. الايكولايزر من هنا، وانا طبعا الايكولايزر ده يعني عايزين نشرحه في فيديو لان هو مهم جدا وشرحه طول جدا، لكن مش هنقول عليه حاجه دلوقتي، هنسيبه الفيديو الصوت. هاجي على الديفولت، انا عامل بريسيت للراجل ده اللي هي ديت اللي هي مين اي كيو، بستخدمها له، لكن برفع الثلاثه شويه كده، يعني كده صوته بيبقى احسن شويه. على مساحه 5 مليون يعني قدم مربع. المشروع تحس ان صوته نطق شويه. فدي اول حاجه بعملها. بعد كده باجي على الداينامكس من هنا كده، وابدا افعل الداينامكس اللي انا هشتغل عليها. اول حاجه ببدا افعلها ان انا باجي على الديفولت من هنا، وبرده بختارها مين واحد. مين واحد دي بتعمل لي الكمبريسور اللي انا مفعله، وبتعمل لي الجيت اللي انا بستخدمها اللي هي بالسيتنج دي. الجيت ديت معناها ان هي بتعمل لي ايه، يعني هي من اسمها بوابه، فانت عندك دخول وخروج، فانت عندك عالي وواطي، فهي بقى بتظبط لك التون العاليه مع التون الواطيه، بحيث ان هما الاثنين يكونوا نفس التون، بحيث ما يبقاش مثلا في كلمه عاليه قوي تخض اللي بيسمع، في كلمه واطيه قوي المستمع ما يقدرش يسمعها. لا، هي بتظبط لك تون الصوت، والميك اب ده طبعا بتعلي منه او بتوطي منه الصوت. بعد كده الكمبريسور ده برضه بيحسن التون وبيحسن الكلام برضه شويه، وبيشيل النويز شويه، فانت تقدر تلعب في الاعدادات ديت لحد ما توصل لتون الصوت المناسبه معاك. مشروع مميز في إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع. طيب انا الصوت دلوقتي كله في رينج السالب 10 او السالب 8 دي بي، وده الى حد ما كويس. يعني في ناس بتفضله سالب 6، هو يستحسن يكون في السالب من سالب 3 لسالب 6، حتى ممكن نعلي ده شويه، ممكن نخليه سالب 6 كده،
مثلا ممكن نسيبه كده كده حلو قوي. طيب انا دلوقتي عندي مشكله او مش مشكله ان انا عملت الافكتات ديت على التراك رقم 1، ده الميكسر اهو A1 اوديو 1 اللي هو تراك رقم 1. عايز اعملهم على تراك رقم 2، عندي طريقه سهله خالص. هاجي على الايكولايزر ده، اجي على الثلاث نقط دولت كوبي، اقفل ده، اجي على الايكولايزر ده، اجي هنا بيست هيعمل لي نفس الايكولايزر، اجي على الداينامكس ثلاث نقط كوبي، اقفل ده، واجي على ده، اجي هنا بيست هيعمل لي نفس الافكتات. الشيخ محمد بن زايد مباشرة. خطة الدفع سهلة ومرنة مع زي ما شايفين الصوت نفس هنا هو نفس هنا، والدنيا المطور مباشرة لمدة 5 سنوات، وبتستلم الشقة مفروشة بالكامل. المراحل الأولى أفضل وقت للاستثمار. تواصل معنا وإحنا يعني الدنيا زي زايد مباشرة. خطة الدفع سهلة ومرنة مع المطور مباشرة لمدة 5 سنوات، وبتستلم الشقة مفروشة بالكامل. الموضوع يعني كده نفس كل حاجة. احنا كده خلصنا من موضوع الصوت. ممكن نيجي على الافكتات حتى نضيف نويز ريدكشن. هاجي من هنا كده على الفير لايت اوديو اف اكس، واجي انزل كده اللي هو النويز ريدكشن لو انا عندي دوشه كتيره في الصوت. لكن الافكت ده مش حلو قوي لانه بيخلي لك الصوت تحسه كده ازنه ايه، صوت الروبوت شويه كده، يعني يعني بيشيل النويز وبيشيل شويه او بيغير شويه في تون الصوت. فاحنا ما بنستخدمش الافكت ده على التراك. انا بفضل ان انا ما استخدمش الافكت ده على التراك. لكن مثلا انا عندي كليب زي ده، حاسس ان فيه صوت كده هوا كده او اي حاجه، هبدا اجيب النويز ريدكشن واحطها على اللي هو ايه الكليب ده. بس ممكن اسيبها مانيوال وابدا اغير في الحاجات، ممكن اعملها اوتو سبيتش مود. تراب راح يقلب ذهب، خليك معنا. أكبر بس يعني او اختار اي بريست من هنا كده. هذا التراب راح يقلب ذهب، خليك معنا. أكبر مجمع سكن يعني زي لو انتوا لاحظتوا هتحسوا فعلا ان صوته تراب راح يقلب ذهب، خليك هتحسوا فعلا ان صوته بقى مكتوم شويه كده. ممكن اخليه دراي شويه، اقلل الثراش هولد شويه. هذا التراب راح يقلب ذهب، خليك معنا. أكبر مجمع سكني يعني تحسه متغير شويه، فانا مش هستخدمه الصراحه. يعني احنا حتى لو حطينا ساوند افكت او حطينا ميوزك حاجه بسيطه هتغطي على الدوشه دي، لان هي مش دوشه جامده قوي يعني. طيب بعد ما خلصنا من موضوع الصوت هبدا اعمل الافكتات اللي انا عايز اعملها. الافكتات اللي انا هعمله ده كنت شرحته في الميتنج على الديسكورد، لكن انا هرجع اعمله دلوقتي تاني معاكم على اليوتيوب علشان الناس اللي ما كانتش حاضره تعرف هو عامل ازاي او تعرف ايه هو الافكت ده اصلا. انا عايز ضوء كده يفضل على ايده كده ينور وهو بيطلع كده، بحيث ان عين المشاهد تكون مركزه معاه. هذا اللي يعني هو بيطلع كده تحس ان في ايه ضوء على ايده كده بينزل مع التراب ده كده. هاجي ادخل على صفحه الفيوجن على الكليب ذات نفسه، وبعد كده هجيب باك جراوند هبدا اوصلها فوق الميديا ان، وانا بختار العميل ده اللون الاصفر او الدرجه ديت من اللون الاصفر. بعد كده هبدا اجيب ماسك الليبس ماسك علشان اخد بس الجزء ده من الباك جراوند. هبدا اصغر الماسك بتاعي كده وهجيبه على ايده هنا بالشكل ده. بعد كده هقلل الليفل وهزود السوفت ايدج عشان يبقى معايا ضوء اصفر كده. ممكن ازود الليفل شويه واقلل السوفت ايدج شويه، يعني لحد ما يبقى كده تحس ان ايده هي مصفره بس شويه. بعد كده هاجي عند اول فريم وهاجي على الاليبس اللي هي الماسك ذات نفسه، ممكن اكبره شويه، يعني اظن كده شكله كويس. نقلل الليفل شويه برده كمان ونجيبه هنا كده شويه بحيث ان هو يبقى في نص ايده بالظبط. بعد كده هاجي عند اول فريم واجي اعمل كي فريم على السنتر، وبعد كده مثلا اجي امشي حوالي 2 فريم واجي بعد كده على السنتر وارفع الضوء هنا كده في نص الايد، امشي 2 فريم كمان وارفع الضوء هنا كده برضو، امشي 2 فريم كمان وارفع الضوء هنا كده برضو. وبس كده مجرد ان انا مشيت هذا اللي فريم راح يقلب ذهب، خليك معنا. اكبر هتحس ان ايده او الضوء دايما موجود على ايده. هذا اللي راح يقلب ذهب، خليك معنا. فريم. طبعا ممكن اعمل الموضوع ده بالتراكر هيبقى اسهل بكتير جدا. هي ما خدتش مني حوالي 30 ثانيه ولا حاجه، لكن التراكر انا الجهاز عندي بعافيه شويه او البروسيسور عندي بعافيه شويه، فمش هيكون كويس. هيفضل يعمل شويه ايشو كده ويعمل شويه حاجات، فانا عملتها بايدي اسرع وهي ديت الفكره. بعد كده هنبدا نعمل انيميشن للضوء ده، عايزينه ايده يطفي ايده يطفي، فهاجي على الليبس دي كده هتحكم فيها من خلال الليفل من هنا كده هتلاقيه بايده يطفي. فانا هاجي عند اول فريم كده هعمل كي فريم على الليفل، هاجي امشي مثلا حوالي 6 فريم وارفع ديت كده بحيث انه يبقى هنا، وامشي كمان 6 فريم 12 واقلل دي كده لكن ما تختفيش على الاخر، هسيبها كده بالشكل ده. بعد كده هاجي على السبلاين هحدد الماسك بتاعي واعمل كده زوم تو فيت، هلغي السنتر ده او هخفيه لان انا مش عايزه. هاجي على اللي هو الكيرف بتاع الليفل هاجي اعمل كده وادوس حرف الاس عشان يعمل لي سموز للانيميشن. طيب انا دلوقتي عايز اكرره ان هو يعمل كذا مره، هاجي احدد كله كده واجي ادوس كليك يمين، اجي على دبليكيت اختار لوب وبعد كده مثلا اخليه 3 مرات
مثلا بحيث انه يعمل لي 3 نسخ كمان. بعد كده اجي اتفرج، هذا التراب راح يقلب ذهب، خليك معنا. هتلاقي فعلا هذا هو بيعمل التراب لوب راح يقلب ذهب. والبتاع بدأ ينور ويطفي بالشكل ده كده. هي ديت فكرة سيت لوب. ممكن اجي على اخر كي فريم من هنا كده وانزل الليفل على الاخر بحيث انه في الاخر ينتهي خالص. طيب لكن انا محتاجه يبقى سريع شوية، هاجي احدد الاليبس واحدد الليفل، احدد دول كلهم كده واجي على العلامة دي كده وابدأ اقربهم من بعض شوية كده بحيث ان هو يضم لي المسافة ما بينهم. هاجي اتفرج، هذا التراب راح يقلب ذهب، خليك تلاقي معنا. فعلا الانيميشن بقى اسرع، محتاجه اسرع شويه كمان. حد دول كلهم كده على العلامه ديت واجي اقربهم من بعض شويه كده كمان. بعد كده هذا التراب راح يقلب ذهب، خليك. هتلاقيه اسرع بالفعل وهتلاقيه احسن من قبل كده. بعد كده هرجع تاني لصفحه الايديت. هذا التراب راح يقلب ذهب. ممكن نشيل اخر لوب، انا حاسس ان هم يبقوا 3 كويسين 4 مش كويسين. هاجي احدد اللوب اللي في الاخر دي وادوس ديليت وهاجي عند اخر كي فريم من هنا كده هرجع انزله للصفر كده. ممكن اجيب دي هنا كده بحيث ان هي تنتهي بالراحه شويه. هذا التراب راح يقلب ذهب، يعني خليك. اظن كده احسن شويه. بعد كده هبدا اجيب الكابشن اللي انا هحطه، هعمل انيميشن واحد وهبدا اخده كبريسيت لكل الكابشن اللي انا هعملها، او ممكن اعمل 2 واخدهم كبريسيت لكل الكابشن اللي انا هحطه على الفيديو ده. فهبدا اجي هنا كده على التايتلز واسحب تكست بلس احطها على التايم لاين واجي اكتب هذا التراب واختار الخط اللي هو بيشتغل بيه. هو بيستخدم خط اسمه اريال. الخط ده كبره كده شويه خليه اللون الاصفر بالشكل ده، لكن الخط مش ظاهر لان الخط او اللون الاصفر لون فاتح يعني من الالوان الفاتحه وهو على باك جراوند فاتحه، فانا محتاج اغمق الدنيا شويه وراه. ممكن اضيف دروب شادو وهنضيف بالفعل دروب شادو، لكن هندخل على صفحه الفيوجن على التكست بلس وهاجي على التمبلت دي كده عشان ابدا اضيف الافكتات بتاعتي. هضيف افكت اسمه امبوس اللي هو ده علشان اعمل الشكل بتاعي. هضيفه كده، اجي على الامبوس اوفر وازود الباور شويه عشان يديني شكل التكست اللي تحسه 3 دي كده شويه، او تحسه كويس كده. بعد كده هاجي اضيف جلو وهبدا اظبط الجلو بتاعي على حسب النص او على حسب الباك جراوند بتاعتي. هبدا اقلل الجلو سايز كده شويه واقلل الجلو شويه، انا عايزه بس مجرد ان هو مديله لمعه بسيطه خالص. بعد كده هاجي على الجلو ده اضيف دروب شادو وهقلل الدروب ديستانس بحيث ان الشادو ما يبقاش بعيد. يعني لو زودت الشادو كده واقلل الشادو سترينث شويه كده، يعني تعالوا كده نشوفه على الباك جراوند كده شكله احسن. يعني اظن كده شكله كويس نوعا ما، يعني هو كويس نوعا ما بالنسبه للعميل. هو عايز كده يعني، فاهم؟ حتى وان كان الخط بالنسبه لك مش شكله كويس او كده، لكن هو بيمشي كده فانت تعمل اللي العميل عايزه وخلاص. يعني هي ديت كل الفكره. فالخط بالنسبه له كده كويس. طبعا تقدر تدوس كنترول وحرف الاف في صفحه الايديت علشان تشوف انت عملت ايه، هتلاقي ان الخط بتاعك شكله كده. طيب دلوقتي في حاجه نسينا نعملها، وان احنا نعمل سنتر للفيديو بتاعنا. هاجي من فوق من هنا كده ادوس على العلامه ديت عشان يفتح لي الجايدز ويفتح لي الرولرز والتايتل والسنتر. دول الحاجات اللي انا مفعلهم. اول حاجه السنتر، تعالوا نقفل كل حاجه من الحاجات من دي. اول حاجه اللي هي السنتر بيعمل لك الدوت كده هنا اللي هو علامه الزائد ديت، بتقول لك ان السنتر بتاع الفيديو فين بالظبط، عشان لو انت عايز تحط حاجه في سنتر الفيديو بالظبط. بعد كده بفعل اللي هي ديت اللي هي الواحد لواحد علشان يكون عندي خطين متساويين فوق وتحت السنتر. يعني المسافه من السنتر لهنا نفس المسافه من السنتر لهنا، عشان لو انت عايز تحط حاجه هنا وحاجه هنا، او عين الراجل تبقى هنا وانت هتحط حاجه في السنتر، او عين الراجل تبقى في السنتر وانت هتحط حاجه هنا، يبقى معاك خطوط متساويه. وبعد كده بفعل الرولرز والجايدز. الرولر والجايدز دولت يعني انت ممكن تعمل خطوط اللي هي الصفرة دي، لو سحبت من هنا هتعمل خط افقي، لو سحبت من هنا هتعمل خط طولي بالشكل ده لو انت عايز ترص الحاجات بتاعتك. فاحنا هندوس كليك يمين ونشيل الخطوط دي كده اللي احنا مش عايزينها. طبعا تقدر تعمل لهم اديت وتعمل لهم كلر والحاجات من ديت، لكن انا هشيلهم من كلهم وهبدا اعمل الخطوط معاكم من الاول. هبدا اجيب خط من فوق كده، خط افقي واحطه هنا كده، واجيب خط طولي من هنا كده واحطه عند ال 400 او سالب 400، واجيب خط كمان احطه عند ال 400 بحيث ان انا يبقى معايا المسافه ديت قد المسافه دي. بعد كده هجيب خط تاني من فوق ده محطوط عند ال 634 سالب 634، يبقى ده يتحط عند 634. هي ديت الجايدز اللي انا بعملها، ان انا يبقى عندي مساحات متساويه من كل حته. طبعا ال 400 وال 400 هنا بسيب مساحه فاضيه او مساحه امنه، علشان لو انا جبت تايتل مثلا هنا كده شويه، ساعات بيبقى في مثلا ايقونه شير وسبسكرايب ومش عارف ايه، اسم المستخدم هنا اللي هي الحاجات من ديت،
نقدر نبحث عن سيف زون للفيديوهات، لكن انا بعملها كده ومتعود عليها، بتسهل عليا الشغل يعني. طبعا من فوق كده بتلاقي اكسبلور وفور يو، فالكلام ده ممكن بيبقى مثلا واخد له من هنا كده، فانت بتسيب مساحه فاضيه بحيث ان تبقى عين الشخص هنا كده، والكابشن اللي انت عايز تكتبه من اول هنا لحد هنا. ديت المنطقه الامنه اللي معاك، ودي اللي عين المشاهد هتكون موجوده فيها دايما. فانا الاكتور معايا واخد الفريم كله، يعني مثلا هو هنا كده تمام، وانا عايز مثلا ايده تبقى مركزه هنا، ممكن اكبر او ازوم حاجه بسيطه كده واجيبه هنا كده شويه وانزله تحت كده شويه، بحيث ان هو يبقى هنا كده. طبعا ايده في السيف زون مش مشكله، عادي معديه الخط ده. انت طبعا هنا ما بيبقاش في اي حاجه في الشاشه عادي. النص عايزينه يبقى في النص بالظبط، هنجيبه هنا كده، النص كده في النص بالظبط، المسافه هنا قد المسافه هنا تقريبا، فكده الدنيا زي الفل معانا. فدلوقتي هرجع اعمل انيميشن للنص بتاعي، هعمل له انيميشن بسيط خالص. هاجي على الترانسفورم، اعمل كي فريم واجيبه هنا كده شويه ناحيه اليمين شويه، واجي على الشيدنج اعمل كي فريم على الاوباستي واجيبه هنا كده شويه. ده انا كله على اول فريم. هاجي مثلا عندي فريم 20، اعمل كي فريم على الاوباستي وارفعها كده، واجي على الترانسفورم ارجع النص مكانه. بعد كده اجي على السبلاين احدد الاثنين دول كده، واجي ادوس كتر الاي وادوس حرف الاس عشان اعمل لهم سموز. بعد كده هدوس حرف التي علشان انا عايزهم يبداوا بسرعه شويه وينتهوا بالراحه خالص يعني. فهاجي ازود الايز ان بالشكل ده كده، هتلاقي ان الكيرف بادئ بالراحه وطالع بسرعه وبينتهي بالراحه. هاجي اتفرج هتلاقي ان هو ده الانيميشن بتاعك. طبعا انيميشن شبه سريع شويه، لان الفيديو زي ما قلنا هذا الاتراب سريع شويه. هذا الاتراب راح زي ما انتم شايفين كده الموضوع. هذا الاتراب راح يقلب ذهب. ممكن نجيب نسخه منه كمان كده، هنرفعها فوق كده. طبعا بدوس الت وبسحب فبعمل نسخه ثانيه. هاجي على ده كده على التايتلز، اكتب اللي هو بيقوله وهبدا انزل دي كده. طيب بعد كده هتلاقي ان الخطين برضو مع بعض كده شكلهم مش احسن حاجه، فاحنا ممكن نيجي عند اول واحد من هنا كده ونبدا على السايز نصغره شويه كده، بحيث ان يبقى في ما بينهم تباين كده او كونتراست، واحد كبير واحد صغير. ممكن ننزله شويه كده يعني، اظن كده كويس. تعالوا نتفرج. هذا الاتراب راح يقلب ذهب. ماشي، اظن كده كويس قوي، حلو قوي زي الفل كده. ممكن نصغر الخط اللي تحته ده اللي هو راح يقلب ذهب، ممكن نصغر الخط ده راح يقلب ذهب، ونصغر ده برضو شويه كمان، ننزله هنا كده شويه كتر الاف. هذا الاتراب راح يقلب ذهب. يعني اظن كده كويس. طبعا مع الساوند افكت الموضوع هيبقى احلى واحلى بكتير. طيب بعد كده هنبدا نضيف الافكتات. انا هجيب ادجستمنت كليب من هنا كده وهضيفها على طول الفيديو. طبعا عايزين نقص الكلام ده بحيث انه يبقى عند اخر الفيديو بس. وهاجي على الادجستمنت كليب دي، هعمل كي فريم على الزوم في الاول، وهاجي عند الاخر كده واكبر الفيديو بتاعي مثلا 80 كده ولا حاجه. هذا الاتراب راح يقلب ذهب. هذا الاتراب راح يقلب ذهب. تلاقيه بيعمل زوم ان بسيط كده خالص، لكن برضو احنا هنظبط الدنيا دي شويه. ممكن نيجي عند راح يقلب ذهب ديت من اول ما هو بيقولها. طيب اجي اشوف الويف فورم، هو بيبدا يقولها من هنا كده راح يقلب ذهب. انا عايز احط ذهب وراه كده، واحط جلو افكت، وان هو شيك افكت برضو. هتعرفوا كل هذا دلوقتي، انا مش عارف اشرح لكم شويه، لكن هتعرفوا دلوقتي من اللي احنا هنعمله دلوقتي. هجيب الادجستمنت كليب دي كده، هعمل لها كوبي واحطها فوق، واجي على الترانسفورم ديت الغي اللي انا عملته، وبعد كده الغي اللي انا عملته، وهاجي عند ديت اضيف عليها الافكتات اللي انا عايزها. دلوقتي ممكن نقص ديت بحيث ان الزوم ما يفضلش الاخر. انا في دماغي فكره هعملها، فهاجي عند الادجستمنت كليب ديت، واجي بعد كده ادوس شيفت وسبيس علشان ابحث عن اي افكت. اجريسيف شيك اللي هي دي، او اجريسيف شيك، واضيفها على الادجستمنت كليب، وبعد كده راح يقلب ذهب. هي ديت راح يقلب ذهب. طيب هو ده البلجن اللي انا هحطه على الفيديو ده. طبعا مع الساوند افكت هيكون شكله احسن، راح يقلب ذهب، امتع بكتير قوي. طيب من اول ما يقولوا راح يقلب ذهب، انا عايز في دهب يجي من وراه كده، فهاجي ادخل على. طيب انا دلوقتي جبت الفيديو اللي هو على الجرين سكرين، الفيديو بتاع الدهب او الكوينات اللي بتنزل من دي. طبعا الفيديو جودته مش حلوه، لكن هنستخدمه كده ونشوف الموضوع. هسحبه من هنا كده علشان اسحب الفيديو بس، واحطه تحت الادجستمنت كليب اللي هي عليها الترانزيشن. بعد كده هدخل على صفحه الفيوجن على الكليب ده اللي هو موجود على الجرين سكرين علشان اشيل الجرين سكرين بتاعتي. شيفت وسبيس وهكتب دلتا كير، وهجيب الدروبر ده واختار اللون الاخضر. هبدا اظبط الثراشولد حاجات بسيطه خالص، بحيث ان خليك معانا اكبر ما يبقاش فيها لون اخضر خالص. هبدا بعد كده اتفرج، راح يقلب ذهب. هتلاقي ان هو الترانزيشن بتاعنا هنيجي من هنا نقصه كده، ممكن نعمل له فيد اوت. راح يقلب ذهب، خليك معانا. ممكن نعمل له فيد اوت من هنا
راح يقلب ذهب، خليك معانا. بحيث ان هو يبقى حاجه بسيطه خالص. راح يقلب ذهب، خليك معانا. طيب راح يقلب ذهب، خليك معانا. ماشي. بعد كده هنكتب اللي هو بيقوله برضو. تعالوا نرفع دول كده، نجيب ده هنا كده. راح يقلب ذهب. نيجي هنا يقول خليك معانا، خليك معانا، خليك معانا. طيب نيجي نشيل دول من هنا كده. يقلب ذهب، خليك معانا. طيب كده حلو. راح يقلب ذهب، خليك معانا. اكبر مجمع. حلو يعني كده جميل قوي. بعد كده هنحتاج نعمل ترانزيشن برضو. تعالوا نقص. خليك معانا. اكبر مجمع. راح يقلب ذهب، خليك معانا. طيب مع الساوند افكت الموضوع هيكون شكله احسن بكتير. انت طالما في افكت او فكره في دماغك عملتها، برضو ما تحكمش عليها لما تحط لها الساوند افكت. طالما هي كفيجوال مريحه للعين يعني وكويسه، ما تحكمش عليها الا لما تحط لها الساوند، لان الساوند بياخد او الساوند افكتات بتاخد البرجر في حته تانية، يعني بتاخد الفيديو في حته تانية. فما تحكمش على اي افكت بتعمله او اي فيجوال بتعملها الا لما تحط عليها الساوند افكت المناسب، ويكون ساوند افكت حلو فعلا. طيب بعد كده هنعوز ترانزيشن سريعه معانا. انا طبعا معايا دلوقتي، فانا دلوقتي معايا الترانزيشنات ديت اقدر استخدمها. ممكن اجيب واحد مناسب، حرف الاي، حرف الاو. انا هاخد الجزئيه ديت واخدها بالساوند، فهسحب الفيديو ككل من هنا كده، مش هسحب الفيديو لوحده ولا الساوند لوحده. فهاخد الفيديو كده واحطه فوق الكليبات بتاعتي كلها، واجي هنا اشوف الجزئيه اكتر جزئيه منوره، هقف بالبلاي هيد وابدا احرك الكليب بتاعي كده يمين وشمال، بحيث ان اكتر جزئيه منوره هنا مثلا كده تبقى على الفريم اللي بيفصل ما بين الكليبين. واجي اظبط الصوت كده، بيقول لي الصوت متاخر بكذا فريم، هسيبه هنا كده. او انت تقدر تعرفها من الصوت، يعني مثلا هنا بيقول لك اعلى حاجه ديت اللي تحط عندها القطعه بتاعتك، او تحطها عند القطعه بتاعتك، هي دي الترانزيشن. ممكن نجيب دي كده بحيث ان الصوت يكون موجود بالظبط على القطعه بتاعتنا. طيب بعد كده هاجي على الكومبوزيت مود على الفيديو ده واخليها اد او اخليها سكرين، اي حاجه مش هتاثر، لكن هخليها سكرين عشان ما تاثرش على الوان الفيديو اللي بعده. واقلل الاوباسيتي كده شويه. معانا اكبر مجمع، خليك معانا. بعد كده اكبر مجمع، هلاقي ان الترانزيشن خليك معانا. اكبر مجمع، هي ديت فكره الترانزيشن اللي من النوع ده. او ممكن اجيب اللايت ليكس او اي حاجه. هبدا اقلل الصوت بتاعها عشان ما انساش، لان دي حاجه انا بنساها كتير. اكبر مجمع. ماشي كده عملت الترانزيشن. بعد كده هنبدا نعمل فكره للمشهد الثاني. تعالى مثلا نعمل كده كتر الاف عشان نتفرج على الفيديو. اكبر مجمع. طيب احنا دلوقتي بيقول اكبر مجمع سكني متكامل الخدمات في اماره. بيقول اكبر مجمع سكني متكامل الخدمات. احنا عايزين بدل ما نطلع كابشن من تحت، انا كنت صراحه عملتها، لكن فكرت ان احنا ممكن نطلع كلمه من هنا 3D اكبر مجمع سكني، نخليهم بشكل 3D كده فوق ويكون شكلهم حلو. علشان اعملهم هحتاج فيوجن كومبوزيشن، كليك يمين نيو فيوجن كومبوزيشن. بعد كده هضيف الكومبوزيشن على التايم لاين. دي بقى حلاوه دافينشي، مش محتاج تروح تعملهم في افتر افكت وترجع، لا دي حلاوه دافينشي بقى. فيوجن كومبوزيشن، هخش على صفحه الفيوجن، فهاجي اول حاجه اضيف تكست 3D من هنا كده، وهاجي على التكست 3D اعمل لها ريندر. هاجي اعرض الريندر، طبعا لسه ما كتبتش حاجه، مفيش حاجه باينه. هاجي على السوفت وير اخليها هاردوير عشان نستخدم كارت الشاشه. هاجي اكتب اللي انا عايزه اكبر، هعملهم بقى كلمه كلمه. اكبر، وهختار الخط بتاعي. طبعا الخط ده ما بيدعمش العربي، فعشان كده الحروف ظاهره لي مربعات، لان في ناس كتير سالتني عن الموضوع ده. هاجي اختار نوع الخط اللي انا كنت مختاره برده اكبر بالشكل ده كده، واصغره شويه كده. واجي هنا عند الاوبشن بتاع اكستروجن، طبعا ده الاوبشن مش موجود في التكست بلس، ده موجود في التكست 3D. هاجي من هنا كده اعرض التكست 3D في الفيور، واجي اجيبها من فوق هنا كده زي ما انتم شايفين. هبدا ازود الاكستروجن ديبس كده، هتلاقي ان الكلمه بتبدا معاك از انها 3D زي ما انت شايف بالشكل ده. تعالوا نغير لونها نخليه اصفر، نفس اللون اللي بنستخدمه عشان تكونوا شايفين بشكل احسن. لكن ممكن نقللها شويه كده ونزود السب ديفيجن، البيفل ديبس نزودها شويه، وهعمل سموز الانجل كده شويه بحيث ان الكلمه تبقى معايا بالشكل ده. ممكن اظبط الاكستروجن ديبس كمان شويه او اكبره كمان شويه، يعني اظن كده شكلها حلو قوي. بعد كده هبدا اعمل لها انيميشن. هاجي على الترانسفورم بتاعتها كده من هنا كده، سواء 3D او ديت. تعالوا نعملها من 3D عادي خالص. هاجي بعد كده هحتاج الواي روتيشن وهحتاج الواي ترانزليشن عشان اطلعها والفها كده. هبدا اطلعها والفها، وممكن برضو استخدم السايز. تعالوا عند اول فريم نعمل كي فريم على السكيل، وكي فريم على الواي هنا، وكي فريم على الواي هنا. بعد كده هبدا انزلها كده تحت شويه واخليها كده بالشكل ده 180 او -180.
بعد كده اجي مثلا عند فريم 25 هنشوف التايمنج بره، يعني التايمنج مظبوط مع الكلام ولا لا. احنا دلوقتي بنعمل بس الانيميشن وبعد كده هنظبط التايمنج تاني. هعمل كي فريم عليهم هم الثلاثه وهرجعها زي ما كانت من النقطه ديت. وهنا عند السكيل بقى هرجع اصغرها كده في الاول خالص علشان بس انا كنت عايز اشوف هي هتبقى فين. هاجي كده واكتب 0، بعد كده هاجي اتفرج هتلاقيها انيميشن بالشكل ده كده. هاجي احددها كده واجي على السبلاين وهدوس كنترول A وادوس كليك يمين واجي على الايز اوت كيوبك ده علشان تبدا بسرعه وتنتهي بالراحه، لكن انا عايزها تبدا اسرع شويه. هدوس حرف التي علشان افتح الايز ان والايز اوت. هبدا ازود الايز ان بالشكل ده واقلل الايز اوت كده وازود الايز ان تاني. وبعد كده اجي اتفرج على الانيميشن هلاقيه معايا بالشكل ده، بادئ بسرعه قوي والاخر منتهي بالراحه كده. بعد كده هوصل الريندر بالميديا اوت بالشكل ده كده. هاجي اتفرج اكبر مجمع اكبر مجمع اكبر. ممكن بقى ايه ابدا اضيف عليها الافكتات اللي انا عايزها. دروب شادو من هنا عادي اضيف عليها كده وازود السترينز، اقلل البلور كده شويه. وبعد كده ابدا اظبط مكانها كده، ممكن حتى اصغرها شويه كده عادي. اكبر مجمع اكبر. بعد كده هعمل نسخ كده واخش على صفحه الفيوجن اغير بس الكلمه بتاعتي مجمع. بعد كده هجيب هنا ديت، هجيب دي هنا كده، ممكن اصغر دي شويه. طبعا بقى انت تبدا ترص الحاجات بتاعتك زي ما انت عايز. دي نخليها كده، نيجي على ديت نصغرها كده زي ما انتم شايفين. اكبر مجمع ننسخ دي برضو كده تاني. اكبر مجمع سكني اكبر مجمع لا من اول هنا نخش على صفحة الفيوجن على ديت نكتب اللي هو بيقوله سكني متكامل. دي ممكن نخلي اللون بتاعها ابيض. اكبر مجمع سكني متكامل. بعد كده نحتاج نصغر الخط ذات نفسه. هنيجي على تكست من ديت لان هي متاكله من هنا، هنصغر السايز شويه بحيث ان هي تبقى في النص كده. ونبدا نظبط البوزيشن عادي من هنا كده والحجم بتاعها من هنا كده عادي. اكبر مجمع سكني متكامل الخدمات. ممكن نقلل دي كده شويه ونجيب واحده كمان كده نسميها الخدمات. بعد كده ننزلها من هنا كده شويه. بعد كده اكبر مجمع سكني متكامل الخدمات في. بعد كده نيجي نقص دول كلهم ونمسح الجزئيه دي كده. اكبر مجمع سكني متكامل الخدمات. يعني اظن كده زي الفل، وانتوا عرفتوا ازاي بتعملوا الانيميشن بتاع اي حاجه. في طبعا احنا هنا هنعمل هارد كات للحاجات دي. يعني هو هنا بيقول ايه الخدمات في اماره عجمان. طبعا تحسها تحسها وحشه بما ان النصوص دي كلها اختفت. فانا هاجي اجيب ادجستمنت كليب من هنا كده، هعمل لها كوبي. في اماره عجمان. خدمات في اماره ماشي. خدمات في ممكن برضو ديت ترانزيشن خدمات في طيب، لكن هحتاج ان انا اعمل انيميشن للخريطه. هاجي كده على الفيوجن كومبوزيشن دي كده واحطها هنا كده. بعد كده هدخل على جوجل ايرث. اول ما يفتح جوجل ايرث ويب اكسبلور ايرث، وهاجي اكتب اسم المنطقه اللي هو بيتكلم عليها، لكن انا عارف مكانها. هو بيتكلم عن اماره عجمان اللي هي المنطقه ديت عجمان. وهاجي بعد كده على السنابنج تول اخد سكرين شوت للمنطقه دي كلها كده، اماره عجمان تكون في النص. بعد كده هعمل حفظ. هاجي هنا كده امبورت ميديا واجي على بيكتشرز واختار الصوره اللي انا عملتها. راحت فين؟ هي دي بقى مشكله الموضوع ده اهيت. هسيبها كده في الميديا بول وهدخل على صفحه الفيوجن في الفيوجن كومبوزيشن ديت، وهاجي على الميديا بول هنزل الصوره بتاعتي هنا كده. لكن هاجي اجيب باك جراوند علشان ابعادها تكون 1080 في 1920 لان الصوره ديت ابعادها 800 في 594. بعد كده هعمل ميرج للصوره فوق الباك جراوند واوصلها في الميديا اوت. هاجي اتفرج على الميديا اوت هتلاقي ان معاك 1080 في 1920 والصوره في النص كده. هاجي على الباك جراوند هقلل الالفا بتاعتها كده لصفر. بعد كده هاجي على الميديا ان دي كده وازود الزوم كده، اكبر الزوم بتاعها شويه اماره عجمان. لكن في دلوقتي الصوره الجوده بتاعتها وحشه. علشان ارفع الجوده بتاعت الصوره عندي طريقه، انا اقول لكم على كل حاجه. عندي طريقه، هو برنامج اسمه اب سكيلي. هاجي على بيكتشرز واجي هنا كده اختار الصوره بتاعتي احطها في البرنامج كده واعمل لها مثلا 3x. هيرفع لي الجوده بتاع الصوره زي ما انتم شايفين. طبعا هو مسح المعالم لكن الجوده تحسها احسن شويه. طبعا هو حافظ الصوره لوحده، انا عارف مكان اللي حافظ فيه الصوره. هجيب الصوره اللي هو حافظها
واشيل ديت واوصل دي بالترانسفورم واشيل الترانسفورم، هتلاقي الصوره معاك بالشكل ده. هضيف ترانسفورم تانية، اكبر الصوره بتاعتي كده شويه، حاجه بسيطه خالص كده. بعد كده هبدا اعمل انيميشن على الخريطه، او ممكن ان انا اصغر الصوره بتاعتي كده بحيث ان هي تبقى فوق الراجل مثلا، بحيث ان هي تبقى فوقه هنا كده زي ما انتم شايفين، تبقى فوقه هنا كده. بعد كده هاجي ادخل على صفحه الفيوجن تاني، وهاجي على الخريطه ذات نفسها من بعد الترانسفورم دي، او من قصدي من قبل الترانسفورم. هضيف باك جراوند واعمل لها ميرج، واجي على الباك جراوند دي كده اغير اللون للاصفر، واختار البوليجون ماسك، وابدا اعمل ماسك لاماره عجمان كده. هيبقى معاك اماره عجمان كلها بالشكل الاصفر ده. هاجي على الماسك ده كده، واجي اشيل علامه الصح من على السوليد، وازود البوردر ويدث شويه، واجي بعد دول كده اضيف سوفت جلو، وازود الجلو سايز شويه كده، والجين ممكن اسيبه عادي شويه. واجي بعد السوفت جلو ازود دروب شادو، هقلل الديستانس قبل الاخر كام شويه، هزود السترينث، وهقلل البلور بحيث انه يعمل لي ايه خط كده تحته، بحيث ان الموضوع ده يكون واضح مع الناس اللي هتشوف ايه البتاع من بره. بعد كده هبدا اعمل ماسك للخريطه ذات نفسها، عشان انا عايز الحواف بتاعتها ما تكونش مربعه. فهاجي كده اخليه واحد، وهاجي كده اخليه واحد بحيث ان هو ياخد الابعاد كلها شويه. وهاجي على الكورنر راديوس اعمل كورنر راديوس حاجات بسيطه خالص كده، فهتبقى معايا بالشكل ده اللي هو الحواف بتاعتها خدت الكورنر ده. بعد كده ممكن اضيف لها دروب شادو من هنا او من بره، لكن تعالوا نتفرج عليها كده من بره. بعد كده إمارة عجمان بالشكل ده. هنيجي على الفيوجن كومبوزيشن، ممكن نصغرها شويه من هنا كده ونرفعها فوق كده. نحتاج نضيف دروب شادو، ضفنا دروب شادو، نزود السترينث شويه. نسينا نعمل انيميشن للبوليجون. هاجي عند اول فريم، تعالوا نشيل العلامه دي عشان تشوفوا. هعمل كي فريم على اللينس واقلله على الاخر كده خالص، واجي مثلا عند فريم 90 ده بعد حوالي كده داخل على 4 ثواني، وهزود السترينث تاني. هاجي على السبلاين كده حرف الاس، واقلل ديت كده وازود ديت كده، طبعا باستخدام الكيرفات ديت او باستخدام حرف التي. هتلاقي معاك الانيميشن كده وفي الاخر بينتهي بالراحه. محتاج ان هو يفضل شغال كده. في إمارة عجمان على مساحة 5 مليون قدم مربع. لا، في إمارة عجمان في إمارة عجمان اللي هو نهايتها هنا كده. هدخل على صفحة الفيوجن هتلاقيه دخلني عند الفريم 25، فأنا هاجي عند البوليجون ده، أنا كده غلطت. هاجي على الكي فريمات وأحدد الآخر فريم ده وأجيبه عند الفريم ده بحيث إن هو ينتهي هنا كده. هي سريعة شوية لكن مش مشكلة، لكن ماشية مع رتم الفيديو، دي أهم حاجة. في إمارة عجمان ماشي. في إمارة عجمان على عجمان. ماشي. إمارة عجمان طبعا إمارة عجمان على مساحة عجمان على طبعا هنحتاج نرفع دول كده عشان نكتب اللي هو بيقوله برضو. هنجيب التكست بلس وديت نفس التكست بلس اللي معمولة في الأول، لكن ديت أنا عاملها باستخدام الفولور. ديت عملتها وما استخدمتهاش، لكن باستخدام الفولور نفس الإفكت، لكن الكلمة بتطلع ورا الكلمة زي ما انتم شايفين كده. هاجي بعد كده أكتب اللي هو بيقوله في إمارة عجمان. بعد كده في إمارة عجمان على في إمارة عجمان. إمارة عجمان في إمارة عجمان. ممكن اجي على الفيجن كومبوزيشن، اجي عند البوليجون ده، خليه يبدا بالراحه شويه، يعني يبدا بالراحه ما يبداش سريع قوي كده. خليه يبدا بالراحه ما يبداش سريع قوي كده، في النص يبقى سريع وفي الاخر يبقى ابطا من كده شويه برضو. تعال نتفرج. في إمارة عجمان على مساحة. في إمارة عجمان على لا كده سريع قوي، تحسه مش لطيف. يعني ممكن نعمله بشكل تاني، نخليه يبدا بسرعه لكن مش بسرعه قوي بقى، ان احنا ننزل دي كده ونيجي على دي نقللها كده الشكل ده. نيجي نتفرج، يعني كده شكله كويس. في إمارة عجمان يعني على كده مساحة. شكله كويس كده، شكله حلو قريب لللينير، لكن شكله حلو مظبوط شويه. اهم حاجه يكون مظبوط مع الفلو بتاع الفيديو. عجمان على مساحة عجمان. نيجي من هنا نقص من هنا كده، ونقص دي هنا كده. نيجي عند الفيوجن كومبوزيشن نقص دي كده بحيث ان هم ينتهوا هنا كده. في إمارة عجمان على مساحة 5 مليون. طيب دلوقتي عايز اعمل كاونتر. انا معايا بلجن بستخدمها هنا كتير.
راحت فين؟ هنا الكاونتر ديت 1.3. ايوه بالشكل ده. على مساحة 5 مليون قدم 5 مليون قدم مربع. المشروع 5 مليون على قدم. مساحة هنا بيقول 5 مليون قدم مربع. انا الكاونتر ده انا جايبه من بلجن، مش متذكره والله، عايز احطه لكم لكن انا مش متذكر انا بلجن انا جايب منها الكاونتر دي. بعد كده هاجي اكتب 5 مليون. فالبلجن ديت سهل عليا الدنيا جدا، بدل ما افضل اعمل في الكاونتر ده هكتب من هنا 5 مليون. تعالى ستارت نمبر ما نخلوش صفر، نخليه مثلا 4 مليون مثلا، يعني بحيث انه يبدا من هنا كده. على مساحة 5 مليون 5 مليون سكوير فيت متر مربع. مليون قدم سكوير فيت اس كيو ار. طب المتر مربع ديت ترميزها ايه؟ اس كيو ار اف دي. تعالوا نسال جوجل اس كيو ار. اس كيو اف دي. اس كيو اف تي اللي هي متر مربع. اس كيو اف تي. فهاجي على السفكس ديت اللي هي الكلمه اللي بتبقى في الاخر بكتب اس كيو اف تي اللي هي ايه، لكن اكتبه، تعالوا نكتبهم سمول. اس كيو اف تي اللي هي متر مربع. السفكس دي اللي بتبقى في الاخر زي ما قلنا. على مساحة 5 مليون 5 مليون قدم مربع. المشروع على مساحة 5 مليون قدم مربع. ماشي كده كويس. ممكن نكبر السايز شوية ونرفع ده فوق هنا كده شوية. تعالوا نفعل الجايدز بتاعتنا عشان نكون شايفين، يعني كده تحسوا برضو في النص شوية. ماشي. إمارة عجمان على في إمارة عجمان على مساحة 5 مليون قدم مربع. طيب حلو قوي كده. بعد كده هنعمل ترانزيشن هنا، هنجيب برضو ترانزيشن اللي هي اللايت ليك ديت برضو. راحت فين؟ اهي في اللايت ليك دي. ممكن استخدم التانية ديت من قبل ما تبدأ حرف الاي، اتفرج اول ما تنتهي حرف الاو واسحبها كده بالساوند بتاعها احطها هنا كده. طبعا زي ما قلنا اكتر حتة منورة تبقى على القط اللي انت عاملها. الصوت ده نقلله شوية كده -7 او -8 عادي. بعد كده اجي على الكومبوزيت مود اخليه سكرين او كلر اي حاجه. بعد كده المشروع بيحتوي على تلاقي هي دي الترانزيشن. بعد كده يبدا بقى بيتكلم عن ايه؟ عن الخدمات الترفيهيه من بوليفارد ومول تجاري ونافورات راقصه وغيرها كثير. موقع طيب هنا هنحتاج بقى نضيف بيرولز كتير بقى، اللي هو الحاجات اللي بيتكلم عنها اللي هو ايه؟ بيحتوي على جميع الخدمات الترفيهيه. هو طبعا هيتكلم بقى عن خدمات ترفيهيه مول تجاري وحاجات من دي. هو مدينا طبعا بيرول نستخدم منها لو احنا عايزين نستخدم منها يعني، او يستحسن ان احنا نستخدم منها. فتعالوا نتفرج على البيرول اللي هو اداها لنا. لا يا عم كده اصبر الصوت. ماشي. طبعا مونتاج ولا اروع والله، ما شاء الله عليه اللي عامل الفيديو ده. تعالوا نتفرج هو بيقول ايه اصلا. من بوليفارد ومول تجاري بيحتوي على جميع الخدمات الترفيهيه من بوليفارد ومول تجاري ونافورات راقصه وغيرها كثير. طيب مشروع يحتوي على جميع الخدمات الترفيهيه. يعني ايه بوليفارد؟ بوليفارد غالبا الكلمه تقصدها هي بوليفارد، مصطلحات غير شائعه لكنها تستخدم تكون طبقات متعدده، مكان بصري يتغير حسب الحاله. يعني ايه؟ مش فاهم. طيب تعال نبحث عنها. يعني انا مستشف ان بوليفارد دي معناها ان هي مكان راقي يعني، او مش عارف والله. بوليفارد بولي ديت حاجات مائيه يعني، مش عارف، لكن هي في نفس السياق ده. لكن احنا ممكن نستخدم شويه حاجات من اللي هو مديها لنا ديت مش هيركزوا معاها قوي يعني. ماشي. ما اظن ان لقطه النافوره دي هتبقى حلوه للبوليفارد. عشان بقى اخدها من الكليب ده هبدا اتفرج كده. تعال نجيب اللقطه دي عشان اخد الجزئيه دي بس، هاخد الكليب بتاعها بس. بعد كده هجيب اللقطه التانية برضو بتاعت اللي هي دي من اول ما تبدا ادوس حرف الاي وبعد ما تنتهي الاو، واخد اللقطه دي برضو احطها كده كده. بقى معايا اللقطتين من الكليب اللي هم دول. بعد كده ارجع الصوت تاني. جميع الخدمات الترفيهيه من بوليفارد ومول تجاري. ماشي. خدمات الترفيهيه من
تعالوا نكتب اللي هو بيقوله بس في الاول كده، نجيب التكست ديت. المشروع بيحتوي على جميع الخدمات الترفيهية. نمد دي كده، المشروع بيحتوي على جميع الخدمات الترفيهية. نخلي لونها اصفر. تعال نمسح الخدمات الترفيهيه ديت كترل سي عشان ما نكتبهاش من الاول، على جميع، ونعمل كوبي. بيحتوي على جميع الخدمات الترفيهيه نخليها باللون الابيض، الخدمات ونصغرها هنا كده شويه. الترفيهية 5 مليون قدم مربع. المشروع بيحتوي على جميع الخدمات الترفيهية. ماشي. من طبعا نعمل التراك ده عشان نشوف اخر الصوت فين. بوليفارد ترفيهية. طبعا اخر الصوت هنا، فهجيب دي كده وهجيب دي كده. ترفيهية من احنا ممكن نشقلب لونين النص حسيت تبقى احسن، لكن مش مشكله، هنشوف الحاجات دي في الاخر. بوليفارد. طيب دلوقتي هنبدا نعرض الحاجات اللي هو بيقولها. بيقول لك بوليفارد ومولتي جاري ونافورات راقصه. انا كنت مفكر البوليفارد ده بتاع الميه، لكن او النافورات، لكن ده اكيد البوليفارد هو ده. من بوليفارد هنجيبه هنا كده. من بوليفارد ومول تجاري. نجيب لقطه للمول التجاري. هل في لقطه للمول التجاري؟ لا، مفيش لقطه للمول التجاري. طيب مفيش لقطه للمول التجاري، احنا هنبحث عن مول على جوجل. سيف ايمج از، طبعا بتبقى فيه صور مفتوحه المصدر زي ديت، وهدوس سيف. هاخد الصوره اللي اتحملت واجي كده اضيفها لدافينشي، واجي احطها على التايم لاين واقصها كده وابدا اتفرج. ومول تجاري من اول ما يقول مول اقوم حاططها كده. ومول تجاري. طيب مول تجاري، احنا طبعا بنروح من صوره من فيديو لصوره، فاحنا محتاجين نخلي الصوره ديت متحركه برضه. فعلشان اخلي الصوره دي متحركه هبحث عن شيك واضيف عليها كاميرا شيك. ومول تجاري. لكن هقلل الموشن سكيل، سبيد سكيل. ومول تجاري. ومول تجاري. ومول تجاري. ومول تجاري. ممكن نزود السبيد سكيل من هنا شويه. ومول تجاري. ومول تجاري. ماشي كويس. هنحتاج بقى نعمل لها زوم اوت. احنا كده اديناها ايه شويه شيك كده بسيط، لكن هنحتاج ممكن نزود السبيد سكيل شويه. ومول تجاري. ماشي، السبيد كده كويس. ممكن بقى نعمل لها زوم اوت من اول ما نيجي على البوزيشن او نيجي على الزوم، نعمل كده زوم ان شويه حاجه بسيطه 1.1 مثلا، ونيجي عند الاخر نرجع نخليها 1. يبقى كده معانا الموضوع كده بالشكل ده. لكن هنيجي هنا كده على دي، ونيجي هنا على الكيرف، ونيجي ندوس ايز ان ونسحب دي كده شويه بحيث ان تبقى سريعه. ومول تجاري يعني بالشكل ده. ومول تجاري. طبعا محتاجين نزود موشن بلور على ومول تجاري. ومول تجاري. ومول تجاري. ومول تجاري. كده جميله. ومول تجاري. ومول تجاري. كده الموضوع سلس، يعني تحس ان كده. ومول تجاري ونافورات بلياردو. وبعد كده نجيب دي ونافورات راقصه وغير. ماشي، ونافورات تجاري ونافورات راقصه. طيب ماشي، دلوقتي حطيناها هنا كده، لكن دلوقتي محتاجين نطول الكليب ده شويه. ونافورات راقصه وغير. من اول ما يقول وغيرها كتير نبدا نجيب الصوره عليه. علشان نطول الكليب ده هندوس كترل ار، ونبدا نسحب ده هنا كده علشان نعمل ونافورات راقصه بالشكل ده عشان نزود الصوره بتاعته. لكن هنيجي على الري تايم اند سكيلينج ونخلي الري تايم بروسيس اوبتيكال فلو علشان يظبط لنا الفريمات كده ويخلي لنا بيبقى الموضوع احسن بكتير. لو انت هتبطئ كليب، يعني مثلا لو انت هتبطئ كليب، يعني مثلا تعالى كده نتفرج. ونافورات راقصه ده بالاوبتيكال فلو. تعال نشيل الاوبتيكال فلو. ونافورات راقصه تحسوا ونافورات راقصه سريع كده. يعني مش عارف انتوا شايفين ده ولا لا على اليوتيوب. ونافورات راقصه، لكن كده تحسوا فعلا كده سلس كده. موشن استيميشن ممكن نغيرها مثلا انهانسد بيتر مثلا كده. ونافورات راقصه وغير. هتلاقي الموضوع بقى احسن بكتير. دافينشي بيعامل الصور كده او بيعمل فيديوهات باسلوب كويس. ممكن نبطئه سيكه كمان وغيرها كتير. ماشي. ونافورات راقصه وغيرها كتير. طيب وغيرها كتير ممكن نجيب الكلام اللي احنا عملناه 3 دي اللي في الاول. ماشي، لكن هنشيل بقى الروتيشن. هندخل على دي كده ونيجي من هنا نيجي على الترانسفورم. هنلغي موضوع الروتيشن، هنخلي بس السكيل والواي عشان بحيث ان هي تبقى كده. وهنيجي على السبلاين
نسرع الموضوع ده شويه. فهاجي ارفع دي كده وهاجي ارفع دي كده، يبقى اللي هو ايه وغيرها كتير وغيرها، واكتب اللي هو بيقوله، اصغرها شويه واتحكم فيها من بره. ماشي. وغيرها كتير. تعالوا نخليها الاتنين وغيرها كتير وخلاص. اجي على الحركه بحيث ان هي تخلص بسرعه. ممكن اجي على الكي فريمات واخلي الحركه بتاعتي اسرع من كده او تخلص اسرع من كده وغيرها كتير. وغيرها كتير. ماشي. بعد كده هاجي هنا اجيبها في النص كده، هفتح الجايدز بتاعتي اكبرها شويه عادي واسيبها هنا كده. تعالوا نبص. ونفرات راقصة وغيرها كتير. ماشي، هي مكانها كده كويس. ليه بقى؟ لانك وانت بتتفرج هنا كده ونفرات راقصة وغيرها عينك كتير. هنا، عينك في نص ومول الشاشه تجاري ونفرات راقصة وغيرها كتير. هتلاقيك بتبص لفوق كده على طول. ومول تجاري ونفرات راقصة وغيرها كتير. ماشي. ممكن نضيف برضو نفس الترانزيشن اللي ضفناها قبل كده. تعالوا نجرب. هاجي على الادجستمنت كليب اللي هي ديت الترانزيشن دي راقصة وغيرها كتير. وغيرها كتير. ممكن بقى نيجي على الادجستمنت كليب ذات نفسها ونقلل الاوباستي بتاعتها. بعد كده هنيجي على الكليب اللي تحت ده هقصه كده. الكليبات دي كده كده فوق، فمش هحتاج الكليب اللي تحت ده. هنزل دول هنا كده وهاجي ما بين الكليبين دولت هضيف جلو افكت او جلو ترانزيشن. فهاجي على الفيديو ترانزيشن وابحث عن جلو فيوجن ترانزيشن. هجيب الترانزيشن دي احطها هنا كده واصغرها شويه. راقصة وغيرها كتير. ماشي. راقصة وغيرها كتير. ماشي كده، يعني كده حلو. ممكن نشيل الادجستمنت كليب ديت. راقصة وغيرها كتير. راقصة وغيرها كتير. احنا ممكن نخلينا بالافكت بس. راقصة وغيرها كتير. ماشي. هنا برضو هنضيف ترانزيشن، نفس الترانزيشن اللي احنا ضفناها قبل كده اللي هي كانت اللي هي دي. هنجيب الترانزيشن بالساوند بتاعها واجيبها هنا كده. غيرها كتير. موقع المشروع خليك معنا. أكبر مجمع سكني متكامل الخدمات في إمارة عجمان على مساحة 5 مليون قدم مربع. المشروع بيحتوي على جميع الخدمات الترفيهية من بوليفارد ومول تجاري ونفرات راقصة وغيرها كتير. موقع المشروع طيب دلوقتي هنبدأ نعمل انيميشن الخريطة برضو نفس ما عملنا قبل كده، لكن هنعمله بطريقة مختلفة مش مختلفة قوي يعني، لكن بطريقة مختلفة شوية. أنا هعمله على الصورة ذات نفسها. ممكن أجيب فيوجن كومبوزيشن عادي، أحطها هنا كده وأوصلها للآخر، وأدخل على صفحة الفيوجن، أجيب الصورة اللي هي دي وأحطها هنا كده وأوصلها بالميديا أوت بحيث إن هي تبقى الباك جراوند بتاعتي، وأبدأ أرسم عليها بقى برضو نفس الموضوع كده. لكن هاجي على الباك جراوند ديت، الصورة دي مساحتها كام؟ أنا عايز الباك جراوند ديت تغطي الصورة دي كلها 2637 في 1782. هاجي على الباك جراوند دي كده، اجي على الايمج، اشيل علامة الصح من هنا 2673 على 1782. لا دي 2637 كده. الباك جراوند بقت نفس الريزوليوشن وبقت نفس الحجم بتاعت الصورة دي. هبدأ أغير لونها للون الأصفر، نفس الموضوع برضو. هجيب بوليجون ماسك، أبدأ أعمل ماسك للباك جراوند، وأبدأ أجيب بقى الشارع من إيه؟ من أوله كده. طبعا مش لازم نمشي بالظبط قوي يعني، كده كده هنزود البوردر ويدز فالخط مش هيبان، والحاجات ديت يعني مش بتبان قوي في الفيديو، او هي بتبان يعني، ما ينفعش يبقى فيه غلط كبير في التحديد يعني. مثلا ما اروحش كده يعني، لا انا خليني ماشي كده كده. هي الطرق ما بتبقاش متظبطه بالظبط يعني، كده 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 كده. بعد كده ازود البوردر ويدز شويه بالشكل ده. نفس الافكتات، سوفت جلو، دروب شادو، اقلل الديستانس واقلل البلور وازود السترينث بحيث انه يبقى كده. السوفت جلو ازود الجلو سايز. ممكن بقى اجي على ديت اقلل السترينث بحيث ان هو يبقى كده، ولا ممكن ازود دي كده شويه، اقلل الديستانس شويه كمان بحيث ان يبقى الخط باين معايا كده. ممكن اضلم صوره الباك جراوند دي كده شويه، هجيب عليها كلر كيرف بري ديفايدد، اقلل الهايلايت ودي كده اقللها شويه. لا يعني الكلر كيرف مش هتظبط، فممكن اجيب برايتنس اند كونتراست
وايت بلاك بري ديفايدد، واقلل الجاما شويه والجين شويه، يعني اظن كده احسن. تعالوا نتفرج عليها هنا، يعني اظن كده كويسه شويه. ممكن نزود الجاما شويه ونزود الجين شويه صغيرين، يعني اظن كده احسن بكتير. بعد كده هاجي على البوليجون ده، هاجي عند اول فريم، تعالوا نشيل الشيب عشان الشيب بتاعه ما نغيروش بالغلط. هاجي عند اللينس، واقلله كده، واجي عند اخر فريم اعلي اللينس على الاخر كده بحيث ان هو يتعمل له انيميشن طول الطريق ده. هاجي على السبلاين نفس الموضوع، انا عايزه برضو ايه يبدأ بسرعة شوية وينتهي بالراحة. هاجي اتفرج مثلا كده. بعد كده عايز اعمل برضو نفس الموضوع على امارة عجمان اللي انا كنت عملته في الاول. هجيب بوليجون ماسك كمان واوصله فوق البوليجون ده، هما الاثنين معمول لهم ماسك على الباك جراوند الصفراء. ولا ممكن اغير لون الباك جراوند، هجيب الباك جراوند دي كده كاترل سي كاترل في، واوصلها فوق الباك جراوند دي واغير لونها للون الابيض، وهوصل بيها البوليجون ده. هحدد بقى امارة عجمان بيها بالبوليجون الابيض ده كده كده، نفس اللي انا عملته في الاول كده بالشكل ده. واجي على السوليد، اشيل السوليد، ازود البوردر ويدث شويه. بعد كده بقى هبدا اعمل كاميرا انيميشن. لكن قبل ما اعمل كاميرا انيميشن انا عايز مثلا اول ما الشريط ده يجي هنا كده، تعالوا نسمع هو بيقول ايه. مميز في إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد مباشرة. منطقة العالية، بيقول منطقة العالية. منطقة العالية فين؟ العالية، منطقة العالية. تعالوا كده نشوف منطقة العالية دي فين، اللي هي دي. هنرجع كده على الكومبوزيشن بتاعنا، اللي هي دي منطقة العالية. ماشي، هنجيب باك جراوند تالتة كاترل سي كاترل في، نخلي لونها لون ازرق شوية، الازرق ده كويس. نجيب بوليجون كمان نوصله بالباك جراوند دي، نعمل بقى ايه تحديد لمنطقة العالية. ممكن نعمل له ميرج لوحده بحيث انه يبقى فوقهم كلهم بالشكل ده كده، ونيجي على التحديد ده نبعد عن الخطوط دي كده بحيث ان هو ما يأثرش عليهم او ما يبقاش فوقهم. نظبط الموضوع كده. احنا كده كده هنعمل بس مجرد هايلايت للمنطقة بالشكل ده. اظن كده الموضوع شكله كويس، يعني كده الموضوع شكله كويس. هنبدأ بقى نعمل انيميشن للحاجات دي كلها. احنا عملنا انيميشن لللاين ده، عايزين بس نشوف هو بيقول ايه. فعلشان اجيب الصوت جوه الفيوجن هبحث عن ميديا ان واسيبها كده، واجي على الاوديو اعمل برج اوديو واتفرج كده. مشروع مميز في إمارة عجمان في منطقة. موقع المشروع مميز ماشي، بيقول موقع المشروع مميز في إمارة عجمان على شارع الشيخ. يبقى اول حاجه اعملها اللي هي اماره عجمان كلها دي، اللي هي بقى ايه البيضه دي. ممكن ادوس في 2 واسميها عجمان، وديت اسميها رود، وديت هنسيبها كده او هنسميها اريا اللي هي المنطقه يعني. ماشي، هاجي على عجمان اول حاجه على اللينس. تعالوا نشيل الشيب، نيجي على اللينس نقلل اللينس على الاخر كده نتفرج. موقع المشروع مميز في إمارة عجمان في منطقة. ماشي، إمارة عجمان عند 45 هي الكلام بينتهي، فهبدأ أزود اللينس كده. هاجي على السبلاين أحدد عجمان دي حرف الاس، نفس الموضوع. موضوع الانيميشن ده ممتع والله. هو موقع المشروع مميز في إمارة عجمان في منطقة. موقع المشروع مميز في إمارة عجمان في منطقة العالية على. ماشي، منطقة العالية بيقولها من أول مثلا أول ما الموضوع ده ينتهي. هنيجي مثلا عند 35، نيجي عند ديت كده هنجيب الليفل بتاعها 0، هنعمل كي فريم، نتحرك 5 فريم ونزود الليفل مثلا كده، ونيجي عند 45 نقلل الليفل كده بحيث ان هي برضو ايه إمارة عجمان في منطقة، بحيث ان هي تعمل لنا الموضوع ده. وهنيجي عند ده كده حرف الاس كاترل ايه، نفس اللي عملناه في اول موضوع. كاترل ايه كليك يمين، نفس اللي احنا عملناه، دبليكيت لوب، هختار 2 بحيث ان هي تعمل لي 3 نسخ. إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ. ماشي، انا عايزه بقى في الاخر بقى ما ينتهيش على الاخر، انا عايزه ايه في الاخر يفضل كده.
إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ. يفضل كده على شارع الشيخ. اول ما يقول على شارع الشيخ انا عايز بقى الانيميشن ده ارجع اعمل له ايه، عايزه بقى يبدا من هنا بقى. هجيب الكي فريم ده اللي احنا كنا عاملينه في الاول في منطقة العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد. ماشي. لا ممكن نجيبه هنا كده شويه. موقع المشروع مميز في إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد مباشرة. زي ما انتم شايفين كل الانيميشن اللي هو بيقوله احنا بنعمله، لكن دلوقتي محتاجين ان الخط الاصفر ده يكون فوق الخط الابيض. فهنيجي على الميرج دي كده نعمل سواب انبوت، هتلاقي الخط الاصفر بقى هو الباك جراوند والخط الابيض بقى هو الفور جراوند. بعد كده هنبدا نعمل الكاميرا انيميشن. هنبدا نجيب باك جراوند كده ونخلي الابعاد بتاعتها 1080 في 1920 ونوصل الميرج دي كده بالباك جراوند دي، وبعد كده نوصل الميرج ديت بالبرايتنس اند كونتراست دي علشان نشوف الابعاد بتاعتنا من بره. لان زي ما احنا عارفين احنا كانت الابعاد بتاعتنا 2600، احنا عايزين ابعاد او الفيور اللي احنا نشوفه بره يبقى 1080 في 1920. علشان كده انا حطيت باك جراوند بنفس المقاس اللي انا عايزه بره، بحيث ان كل حاجه عليها يعني لو جيت عرضت الميرج دي هلاقي ان انا لو رحت بره هلاقي ان الابعاد دي سودة، نفس اللي انا هشوفه هنا هو اللي انا هشوفه هنا. اتمنى الجزئيه دي تكون واضحه، مش عارف هي واضحه معاك ولا لا. لكن هنبدا نكمل شغل على طول. هاجي بعد كده اضيف ترانسفورم نود فوقهم كلهم كده بالشكل ده، واكبر السايز كده بحيث ان يبقى معايا الباك جراوند او الخريطه واخده الشكل كله. هاجي عند اول فريم، هاجي احدد بقى كي فريم على البيفوت وكي فريم على السايز، ده اللي انا هتحكم فيهم بس، البيفوت والسايز كده وايه، والسايز ان انا اكبر وان انا اصغر. مش هستخدم الترانسفورم لان الترانسفورم هيعمل الخريطه كلها، انا بس عايز اتحكم في البيفوت. فانا هاجي هبدا من المقاس ده، هعمل كي فريم عند البيفوت وكي فريم على السايز. موقع المشروع مميز في إمارة عجمان في منطقة. ماشي. انا عايز اول ما مميز في إمارة عجمان من اول ما يجي هنا السهم ده ينتهي كده عايزه يعمل زوم اوت، فهاجي اعمل كي فريم عليهم هما الاثنين برده كده، وبعد كده اصغر او اعمل زوم اوت بالشكل ده. ممكن البيفوت ديت ابداها من هنا كاترل سي كاترل في، بحيث ان انا ابدا من موقع هنا. المشروع مميز في إمارة. لا ممكن ابدا من هنا. موقع المشروع مميز في إمارة عجمان في منطقة. ماشي. انا كده موقع بدات المشروع بزوم اوت. مميز في إمارة عجمان في. بعد كده عايز اعمل زوم ان اول ما يعمل هايلايتر على الجزء دي. هاجي هنا كده في منطقة العالية على شارع عجمان في منطقة العالية على شارع. اول ما اقول في منطقه العاليه ويسكت عند الفريم 60 هعمل كي فريم على السايز وكي فريم على البيفوت، وهبدا اعمل زوم ان كده، وهتحكم بقى من البيفوت من هنا كده، هجيبه هنا وهطلع دي هنا كده بحيث ان دي تبقى في نص الشاشه. بعد كده هاجي اتفرج. مميز في إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ. الشكل ده. بعد كده هتلاقي بقى ايه شارع الشيخ محمد بن زايد بيجي هنا كده. احنا ممكن نعلي الزوم ده، ممكن نرجع الزوم ده من هنا كده، ممكن نرجع الزوم ده هنا كده ينتهي عند فريم 80. إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد. ماشي. واول ما هو البتاع ده بيروح بقى نروح وراه، نيجي مثلا عند اخر فريم نروح كده ونطلع كده الشكل ده. فهي دي الانيميشن اللي احنا بنعمله. مميز في إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد مباشرة. مشي مع الشارع. هنبدا بقى نعمل ايزنج للانيميشن اللي احنا عملناه. اول حاجه اول 2 كي فريم انا عايزهم ايه الزوم اوت يحصل بسرعه. هدوس كليك يمين اجي على الايز اوت كيوبك عشان يبدا بسرعه وينتهي بالراحه. هاجي ازود الايز ان بحيث ان هو زي ما قلنا يبدا بسرعه وينتهي بالراحه اكتر. هاجي اتفرج. موقع المشروع مميز في إمارة عجمان في منطقة. بعد كده انا عايزه يبدا من هنا كده بالراحه ويروح ايه هنا بسرعه اول ما يقول المنطقه. فهاجي على الاثنين كي فريم دول وادوس حرف الاس. بعد كده هاجي اتفرج. إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع. مميز في إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ. انا مش عايز الانيميشن ده ينتهي اللي هو في الاخر ده ينتهي. ممكن اجي هنا كده واقلل الزوم ان شويه بتاع الفريم ده. هاجي اتفرج. مميز في إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ ماشي. ممكن نيجي عند الكي فريم اللي هو في النص ده ونجيب ديت ونرفع ديت كده شويه، يعني ايه ما تبقاش في النص قوي عشان يبقى شكلها احسن. موقع المشروع مميز في إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد مباشرة. لكن احنا عايزينه، لا انا ممكن نخليه يروح بسرعه، ممكن نخليه يطلع بسرعه بما انه انتهى بالراحه. ممكن نخليه يطلع بسرعه كده
نفرغ. إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد وبعد كده نيجي عند اخر كي فريم من هنا كده ندوس حرف الاس، نيجي نتفرج. موقع المشروع مميز في إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد مباشرة. يعني موقع المشروع مميز في إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد مباشرة. الموضوع كده حلو قوي، جميل 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 جميل. مميز في إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ. طيب دلوقتي هنعمل حاجة، ان احنا هنجيب تكست نوصله فوق الميرج دي كده، لكن لازم يبقى تحت الترانسفورم، وهكتب منطقة العالية، اختار الخط بتاعي اريال، وابدا اقللها كده واجيبها هنا كده، احطها هنا، اجي على اللي اوت الفها على الزد كده واجيبها هنا كده. ممكن اكبرها شويه كمان بحيث ان هي تبقى باينه. بعد كده هبدا اعمل انيميشن، هاجي عند الفريم مثلا 35 قبل ما الانيميشن يبدا يروح عليها، هاجي على الشيدنج اقلل الاوباستي، واجي مثلا عند الفريم كده ازود الاوباستي بحيث ان هي تظهر، واجي كده ادوس حرف الاس او اعمله سموز من هنا. هاجي اتفرج. إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد. ماشي، هنا ممكن اعمل شارع الشيخ محمد بن زايد، كتر سي كتر في، شارع الشيخ محمد بن زايد، وابدا اجيبه هنا كده واعمل روتيشن كده. لو عايز اخليها تاخد نفس الكيرف بتاع الطريق ده، ممكن اجي على اللاي اوت اخليها باس، وابدا ارسم الباس بتاعي كده بحيث ان هي تاخد الكيرف بتاع الطريق، وبعد كده ادوس على السهم ده عشان ابدا اتحكم في الكيرفات، واللي ورا ديت ننزلها تحت كده. لكن لازم نضيف لها دروب شادو علشان تبقى غامقه تحتها. نعمل لها برضو ديت نظبط الكي فريمات بتاعتها بالشكل ده، نجيبها مثلا هنا كده. منطقة العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد. لا، نحتاج نجيبها هنا كده شويه، هو بيقول محمد بن زايد، هنخليها تظهر على طول. ماشي، شارع الشيخ محمد بن زايد. ممكن نقربها شوي، اظن كده الموضوع شكله حلو. موقع المشروع مميز في إمارة عجمان في منطقة العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد مباشرة. ممكن بقى نضيف الافكتات اللي احنا عايزينها على الفيجن كومبوزيشن من هنا. هنيجي كده نضيف فينيت، ونيجي على ونيجي نخليها ادفانسد، ونيجي هنا كده نخليها اوبن اف اكس، نمسك النقطة ديت نخليها هنا كده، نكبر ونصغر الدنيا بتاعتنا زي ما احنا عايزين، نتحكم في الافكت زي ما احنا عايزين. منطقة العالية على شارع الشيخ محمد بن زايد مباشرة. خطة الدفع سهلة ومرنة مع المطور. ماشي، كويس قوي. خطة ممكن نجيب السهم ده اي او، هجيبه واسحبه واحطه هنا كده. بعد كده هقص ديت لحد هنا، وهاجي على كده واخليه اد زايد مباشرة. خطة الدفع سهلة ماشي، كويس قوي. خطة الدفع مباشرة. خطة الدفع سهلة. ممكن دي اقصها برضه شوية كمان، مش مهم بقى معمول لهم خطة الدفع سهلة مجرد ترانزيشن ومرنة مع المطور مباشرة لمدة 5 سنوات. بن زايد مباشرة. خطة الدفع سهلة ومرنة مع المطور مباشرة لمدة 5 سنوات، وبتستلم الشقة مفروشة بالكامل. المراحل الأولى أفضل. بعد كده هنيجي نكتب اللي هو بيقوله برضه. دفع سهلة ومرنة مع المطور مباشرة نجيب التكست دي نحطها هنا كده، خطة الدفع. ماشي، وبعد كده هنجيب دي هنا كده الأول، سهلة ومرنة. سهلة ومرنة، ونغير اللون بتاعها. بعد كده هخش على التكست بلس اللي هي بيقول ايه، خطة الدفع. انا عايزها تبقى اسرع شوية، هاجي عند الموديفاير واقلل الديلي كده شوية، واجي عند الكي فريمات، اجي هنا اسحب الكي فريمات دي هنا كده بحيث ان هي تبقى سريعة شوية، بحيث ان هي تلحق تتقري. خطة الدفع سهلة ومرنة مع المطور مرنة. من اول ما نقول مع المطور هنسخ ديت كده لمدة 5 سنوات. لمدة 5 سنوات. طيب ديت لمدة 5 سنوات مش هكتبها، هجيب برضو اللي هو الكاونتر ده كده، واجي هنا كده اكتب 5، واجي هنا اخليه يبدأ من 0، واجي هنا اكتب years وقبلها مسطرة عشان تبقى معايا بالشكل ده مباشرة لمدة 5 سنوات. ماشي بالشكل ده، حلو قوي. اسرع
الكاونتر ده شويه كده مباشرة لمدة 5 سنوات، واجيبه هنا كده. وبتستلم سنوات، وبتستلم الشقة مفروشة بالكامل. طيب وبتستلم الشقه مفروشه بالكامل. هجيب دي هنا كده. حلو قوي لحد هنا كده، لكن هحتاج ان انا اعمل زوم، لان هو هنا بيتكلم هو قال كذا جمله، فاحنا عايزين نشد عين المشاهد على الجمله دي. ممكن اجيب ادجستمنت كليب او اجيب اي بلجن معايا. هجيب ويب، انا هجيب البلجن اللي هي ويب زوم اللي هي دي كده، وهي هحطها هنا كده سنوات، وبتستلم الشقة مفروشة بالكامل، وهيبقى معايا الزوم كده، لكن مش هخليه 1.5، اخليه مثلا 1.2 واقلل اللينس بتاعه شويه كده. 5 سنوات، وبتستلم الشقة تعال نقربها كده. سنوات، وبتستلم الشقة مفروشة بالكامل. حلو قوي كده، جميل جميل جميل. هجيب بقى انا هعمل تركايه دلوقتي. هجيب اخر الزوم دي كده اللي فيها زوم اوت زي ما انتم شايفين، مفروشة بالكامل. المراحل فيها زوم اوت في الاخر اهي زي ما انتم شايفين، لكن انا مش هكمل مش هنهي الفيديو على كده. هجيب دول هنا كده، هبدا احط ما بينهم كليبات من اللي هو بعتهم لي، بحيث ان احنا نبين الشقه اللي دي. فهبدا انا احط الكليب ده، هبدا اجيب اي حته منه عادي من بدايته، وهجيب الكليب كده هبدا احطه هنا كده. تعالوا نقلل الصوت شويه كمان بعد كده نتفرج. بالكامل. ممكن نبدا من هنا وبعد كده بالكامل. طبعا الزوم اوت ديت عملناها اكنها ترانزيشن، يعني بص هتلاقي ايه بيعمل زوم اوت، بيعمل زوم اوت من الفيديو ده، بيبدا من الفيديو ده وينتهي في الفيديو ده. المراحل الأولى أفضل وقت للاستثمار. تواصل معنا ونحن طبعا هناخد منها الجزء اللي احنا عايزينه بس. ماشي لحد هنا ماشي، لحد البيت ديت هنقوم جايين قاطعين كده وقاطعين كده، ونمسح الجزء ده، وهنجيب الكليب بتاعنا اللي احنا هنختم بيه نحطه في الاخر هنا كده. طيب انا قصيت على البيت علشان اول ما كده تلاقي البيت ايه اتحطت معانا. لكن هي محتاجه تبقى هنا شويه قدام شويه كده. ماشي كده يبقى احنا قصينا على البيت بالظبط زي الفل. محتاجين بقى نعمل ترانزيشن في الصوت هنا، محتاجين نعمل ترانزيشن في الصوت هنا اللي هو يبقى من الصوت العالي، محتاجين الاغنيه تكمل مع او الموسيقى تكمل مع الجزئيه دي من الكلام. هدوس هدوس الت وادوس كده كليك شمال، وادوس كليك شمال هنا كمان، وابدا اقلل دي هنا كده بالشكل ده. هتلاقي الصوت المراحل الأولى أفضل وقت. جميل جدا، واو. هتلاقي الصوت بالشكل ده ومكمل مع الفيديو بتاعنا. دي برضو تركايه لازم تعملها برضو في استخدام الصوت، لكن هحتاج ان انا اقرب دي هنا كده. المراحل الأولى مع الايه مع البيت اظن كده ولا اروع ولا اروع. طبعا مع الساوند افكت الموضوع هيبقى جامد جدا. فنبدا بقى نكتب اللي هو بيقوله. هنجيب تكست كمان من هنا نعمل لها المراحل الأولى أفضل وقت للاستثمار. المراحل الأولى أفضل وقت للاستثمار. ماشي لحد ما بين الاستثمار. هجيب دي هنا كده. تواصل معنا وإحنا في خدمة. تواصل معنا وإحنا في خدمتك. وقت للاستثمار. تواصل معنا وإحنا في خدمتك. زي الفل، حلو قوي كده. هقص بقى من هنا كده واعمل فيد اوت للميوزك عادي. تواصل معنا وإحنا في خدمتك. لا ممكن اعمل كده فيد اوت اللي بعدها كده. تواصل معنا وإحنا في خدمتك. زي الفل، حلو قوي. طيب دلوقتي بعد ما خلصنا كل الافكتات هنبدا نعمل حاجه، ان احنا نعمل ريندر للفيديو عادي خالص عشان نشوف اللي احنا عملناه. ممكن نستخدم الريندر كاش، لكن انا الهارد بتاعي باظ فما عنديش مساحه على الجهاز ان انا اعمل كاش للفيديو. فانا هاجي اسميه اي حاجه، مثلا اسميه فيرست لوك، واحدد اللوكيشن. هاجي على بيكتشرز مثلا هنا وهدوس سيف MP4 الكودك H246 او 256 مش هتفرق قوي، لكن هو يرفعها على الانستجرام 246 كويس. هدوس ريندر ناو، هسيبه يعمل ريندر، واول ما يعمل ريندر هبدا بقى اتفرج عليه، وبعد كده اشوف بقى ايه حاجه محتاجه تعديل، حاجه مثلا مش مظبوطه، حاجه كسرت الفلو بتاع الفيديو، محتاج بقى ايه الساوند اللي انا اضيفه، ده كله بالاحساس وانا بتفرج على الفيديو. ويستحسن ان انا ما اتفرجش عليه دلوقتي، يستحسن مثلا ان انا اقوم نص ساعه مثلا كده ولا حاجه كويس
هو قال لنا دلوقتي يقول لك ايه ريندر جوب فيلد، لان المشكله دي بتيجي مع ناس كتير عند الثانيه 19 و15 من جزء من الثانيه. ليه بقى؟ انا مش عارف. فانا هرجع كده ادوس اوكي وهاجي على التايم لاين، هو بيقول لي عند الثانيه 19. متوقع ان في حاجه في الفيوجن كومبوزيشن، اغلبيتها بتبقى في الفيوجن كومبوزيشن، يمكن حاجه مش واصله لاخر فريم. هاجي افتح صفحه الكي فريمات واعمل زوم تو فيت. انا عندي الكليب كله كام فريم؟ 124 فريم. غالبا الترانسفورم دي اللي فيها المشكله، لان هي 123 فريم. تعالوا كده نشيل علامه الصح من على شو اونلي سيلكتد تول. في كذا حاجه معانا اخرها 123 فريم، اللي هي البوليجون اللي هو الرود والترانسفورم. الحل بسيط جدا، هقوم جاي ساحب من هنا في الطرف، من هنا اخليها 124 فريم، ومن هنا اسحبها اخليها 124 فريم. والكي فريمات ديت ممكن برضو اسحبها للاخر كده علشان الحركه بتاعتي تفضل شغاله للاخر. هي دي حل المشكله. هاجي اعمل ريندر هتلاقي المشكله اتحلت ومفيش اي حاجه. بيبقى بسبب زي ما قلنا ان في نود من النودات ديت عدد فريماتها اقل من عدد فريمات التايم لاين. فانا كده بظبط الفريمات بتاعتها تبدا من فريم 0 او من فريم 1 او من فريم 1000. هي دي تصليح المشكله، ان كل النودات بتاعتك ديت لازم تبقى بادئه من فريم 0 او من اول فريم في الكومبوزيشن بتاعتك لحد اخر فريم في الكومبوزيشن بتاعتك. اخر فريم هتعرفه منين؟ هتجيب الماوس او البلاي هيد عندك كده، هتلاقي ان اخر فريم 124 فريم ريت. لكن لو في واحده جت كده 120 هتلاقيه اول ما هو جه هنا بيقول لك لا خطا في الريندر، في نود مش كامله. هي ديت كل الفكره. وديت كانت حاجه برضو قلتها لكم عشان في ناس كتير بتقع في المشكله دي. هبدا اعمل ريندر عادي خالص، اد تو ريندر كيو، هعمل ريبليس للي انا عملته في الاول ده عشان هو نفس الاسم، وبعد كده هعمل ريندر تاني. ادينا بنتفرج مع بعض وبنتكلم مع بعض لحد ما يوصل للمنطقه دي تاني. اول ما يوصل للمنطقه دي تاني هتلاقي ان الجزئيه ديت اتحلت ما فيهاش مشكله. فاتمنى يكون الفيديو ده مفيد جدا للناس اللي عايزه تمنتج ريلز على برنامج دافنشي. احنا دلوقتي قربنا من الثانيه 19، في الثانيه 17 18 19 20 21 عدى المشكله اللي كانت معانا في الاول وعداها وزي الفل. هي دي حل المشكله. ساعات برضو بتحصل لو انت حاطط سموث كات، لان السموث كات كان فيها مشكله في اخر تحديثين او حاجه شبه كده على ما اتذكر. فلو حاطط سموث كات برضو ممكن يعمل لك فيل. بعد كده كليك يمين اوبن فايل ان لوكيشن. بعد كده هنبدا نتفرج على الكليب بتاعنا، لكن بس الهارد بعافيه شويه. فيرست لوك هنفتح كده نحط السماعه. هذا التراب راح يقلب ذهب. هذا التراب راح يقلب ذهب، خليك معنا. هذا التراب راح يقلب ذهب، خليك معنا. أكبر مجمع سكني متكامل الخدمات في إمارة عجمان على مساحة 5 مليون قدم مربع. المشروع بيحتوي على جميع الخدمات الترفيهية من بوليفارد